مساء الفل عليكم في ماركتينج بالشعبي. والنهارده نوعين من الناس اللي المفروض يتفرجوا على الفيديو والانترفيو ده النهارده. اول نوع هم الناس اللي اوريدي شغالين في كارير الكوتشنج، بس شغالين في شركات عايزين يكبروا اكتر في الكوتشنج فيلد بتاعهم، وعايزين ياتراكت ويجيب كلاينتس بيز جديده. النوع الثاني من الناس هم الفول تايم اللي شغالين الشغلانه دي تماما ككوتشز، وبرضه عايزين يقدروا يكبروا البيزنس بتاعهم، او واحد جديد عايز يخش في الفيلد دوت بس مش عارف هو الموضوع ده هينفع ولا لا. انا اخش في وسط ناس كتيره جدا، في الاف من الناس موجوده معايا، بحاول ابقى انا مختلف واقول ان انا ككوتش مختلف عن الناس اللي موجوده دي واقدر اعمل حاجه مختلفه. هم دول النوعين من الناس المفروض يشوفوا الانترفيو بتاع النهارده. لو انت جاي وشفت الفيديو دوت على اليوتيوب او على الفيسبوك، ومش انت واحد من الاثنين دول، تقدر تشوف اي حاجه تانية من غير ما تضيع وقتك. طيب النهارده معانا واحد مختلف جدا جدا جدا. معانا النهارده دكتور احمد مجدي. دكتور احمد مجدي هو خبير الكوتشنج والتدريب الاداري في كوتشنج ليجاسي انستيتيوت والمدير التنفيذي فيها. احمد مجدي اشتغل مع اكتر من 18 دوله وخرج اكتر من الاف من الناس اتخرجوا معاه ككوتشز. هو مدرب الكوتشز، فهو الكوتش اوف ذا كوتشز، ودايما معروف عنه في يس كوتش، يو كوتش، يس كوتش لو انا فاكر صح. احمد مجدي مختلف جدا ما شاء الله، لان هو عنده اكسبيرينس كبيره قوي في موضوع الكوتشنج، وكان من اول الناس اللي عملوا صناعه الكوتشنج في الشرق الاوسط وافريقيا وفي الدول العربيه. درس كتير وادى تدريبات كتيره قوي في موضوع الكوتشنج في يونيفرسيتي اوف كامبريدج وفي جامعه هيروت وات يونيفرسيتي والاتحاد الدولي للكوتشنج الانترناشونال كوتشنج فيدريشنز والجامعه الامريكيه لتطوير المواهب الامريكان، اللي هي كان زمان امريكان سوسايتي فور تريننج اند ديفلوبمنت. الناس بتوع الكوتشز عارفين الكلام ده اكتر مني. بس النهارده احنا مش جايين نتكلم على الكوتشنج، احنا جايين نتكلم على ازاي تعمل ماركتنج للبيزنس بتاعك. طب ده ليه تشالنج؟ لان احنا عارفين ان الكوتشنج في حياتنا كله بنستخدمه. يعني انا ان بشتغل حاجه تانية خالص في اندستري تانية خالص، بس ليا كوتش وليا منتور، والاثنين مختلفين عن بعض، وبيساعدني في ده كتير قوي تو اتشيف الحاجات اللي انا عايز اوصلها في الشركه. وفي كان ليا لايف كوتش بره الشركه تماما عشان اقدر اغير حياتي وادخل حاجات مختلفه انا كان نفسي اعملها. فالكوتش دي حاجه اساسيه انا مقتنع بيها بشكل شخصي في حياه اي واحد. لكن الناس اللي شغاله الشغلانه دول، في ناس عندها حاجات حلوه جدا 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 جدا، بس فاضله معاها ستيب صغيره، حاجه صغيره تخليها تقدر تجرو وتعمل حاجه مختلفه. او ان هو مش عارف يجيب العملاء بتوعه اللي موجودين بره، او مش عارف يقول انا ازاي ابقى مختلف وسط الزحمه اللي موجودين من الالافات الموجودين في الكوتشز. خصوصا ان احنا من 15 سنين كان بدات تطلع شويه موضات كده هو زي التنميه البشريه، لا دي وحشه، ده مش عارف الان ال بي، لا دي وحشه، وانا مقتنع الحاجات دي كلها كويسه جدا على فكره. بس هتلاقي دايما ان في ناس بتتكلم حلو ووحش على الحاجات دي. وانت ككوتش النهارده اللي جاي تتفرج معانا، مش جايين نقول لك ان الكلام ده ينفع ولا ما ينفعش، بس جايين نساعدك ازاي تعمل ماركتنج للحاجات بتاعتك، وازاي تكبر البيزنس بتاعك، وازاي تخليه مختلف على السوشيال ميديا، وتبقى مختلف في الستاندنج اوت من كراود والزحمه بتاعت الكومبيتيشن بتاعت السوشيال ميديا. هنتكلم على شويه حاجات صح وغلط، شويه ميستيكس موجوده، شويه ليرنينج موجوده. بس قبل ما نبدا اقول لكم، لو انت جاي على القناه بتاعتي في ماركتنج بالشعبي، لايك وسبسكرايب وشير هتلاقوها. او لو انت مش عارفها خش على اليوتيوب اكتب ماركتنج بالشعبي بالعربي، هتلاقي القناه موجوده هناك. ودوت ابدا الاول انتروداكشن بتاعتي مع دكتور احمد مجدي. ازيك يا ميجو؟ حبيبي يا ميجو، والله مش عارف اقول لك ايه، يعني كتير عليا الكلام الجميل ده. لا والله ابدا، بالعكس. بس احنا ايه يعني، اتكلمنا بروفيشنال شويه. انا يا جماعه مش ضامن ايه اللي ممكن يحصل في الانترفيو دوت، لان يعني احنا اصحاب اصلا. انا عارف احمد مجدي من انا هقول له انا هو احمد مجدي وانا محمد مجدي، واحنا الاثنين ميجوز، فعارفين بعض من اكتر من ده 10 ده سنين بيسموه، عارف، تقريبا. ده المفروض اللقاء ده بيسموه لقاء المجاميج. ده حقيقي. مجميجيان يعني كونفرزيشن. مجمجيان فاميلي. طب ميجو، يعني في ناس كتير قوي ما تعرفش احنا اتقابلنا ازاي، بس احنا عارفين من بعض من اكتر من 10 سنين تقريبا. وسبحان الله كان عندنا باشنز مختلفة جدا، واحنا الاثنين كنا عايزين نعمل كونتنت مختلف، فاتقابلنا من الحتة دي. بس قبل ما نخش شوية في التفاصيل، اول حاجة انا عايز ابدأها مع الناس، لان انا عارف الكوتشنج دوت، وده اللي بدأته في الانترودكشن بتاعتي، حاجة
اي حد في حياته بيحتاجها، في الديلي اكتيفيتيز محتاجه عشان كلايف كوتشنج او بيك بيرفورمانس كوتشنج. ميجو الف اكتر من 8 كتب موجود في مجال الكوتشنج، كان منهم ثاني اكسيد النجاح، وديس النجاح، الكوتش الملهم. عنده حاجات كتيره قوي، وعنده في فلسفي كمان حلوه في موضوع الكوتشنج. ومش واحد بيقول كلام وخلاص، ده ما شاء الله مرن الاف من الناس، ساعدهم ان هم يقدروا يكبروا. واكيد قابل ناس كتيره كان عندها مشاكل في الماركتنج. فاول سؤال ده يا ميجو ليك، احكي لنا كده، هو فعلا الكوتشز هل بيقابلوا مشاكل في الماركتنج؟ وايه الحاجات الكومن اللي بيقابلوها عشان يسوقوا للبيزنس بتاعهم؟ اولا طبعا محمد، انا بشكرك والله على الاستضافه الجميله، وشرف ليا والله اكون معاك. يعني انت اخ وصديق عزيز، وبعد كل ده كمان انت ماي منتور والله، وانا بتشرف بده الله يسلمك. وبتعلم منك كتير. وربنا يبارك في جهدك يا رب. وما شاء الله من الناس اللي you know what you are talking about، ومش بتتكلم في الماركتنج برضو كده يعني معلومات عامه، ولكن انت ما شاء الله ديب ماركتير حقيقي يعني. الله يسلمك. ربنا ينفع بيك لو اسمح لي قبل ما اخش في اجابه سؤالك، لازم اعرفهم احنا اتعرفنا على بعض ازاي، ان دي يعني دي في حد ذاتها كوتشنج مومنت عظيمه يعني. يلا بينا. انا يا جماعه كنت بادئ طبعا الجورني بتاعتي في التريننج، ومحمد انا وهو كنا اصدقاء على لينكدين، اي ثينك على الفيسبوك برضو، بس عمرنا ايوه، ما اتقابلنا مع بعض خالص. حلو الالوان اللي انت عاملها دي، اجواء الالوان ما انا بتاعتك دي، عشان بس اسلي الناس واحنا قاعدين. المولد مفيش النبوي كده، حاسس كده في الم... colorful والله هنبوظ الميتنج، احنا لسه في اوله. افراح. ما تركزش معايا، انا معاك. فوجئت انا كنت في الوقت ده لسه في مجال الفارماسيوتيكال، مجال الصيدله، وبدور على النقله، يعني كنت بدور ازاي هعمل شيفت من كاريري كصيدلي لكاريري كترينر يعني. فوجئت كده اذ فجاه لقيت في واحد بعت لي على لينكدين اسمه محمد مجدي رساله، مسج كده، وببص على الرساله دي لقيت يعني واحد بيشكرني على مجهوداتي، شايفني بقى عمال بنزل بوستات وبتكلم عن التريننج والبيرسونال ديفلوبمنت، وبكتب بوستات توعويه يعني في المجال بتاعنا وكده. فبيشكرني وبيقول لي برافو على الجهد اللي انت عامله، وانصحك ان انت تعمل 1 2 3 وتعمل كذا في البوستات بتاعتك، وتزود الكونتنت بتاعك اكتر، وانصحك انك ممكن تاخد الشهاده دي. ولقيته كده كاتب لي رساله طويله عريضه ليا انا تحديدا، مناسبه لمجهوداتي انا دلوقتي، بيقول لي اعمل الحاجات دي عشان تفرق معاك في شغلك. ولا في بينه وبينه اي كونكشن، ولا في بينه ولا وبينه نعرف اي، بعض. ولا نعرف بعض، ولا في بيننا اي مصلحه. انا استوقفني الموقف ده بغض النظر عن محتوى الرساله اللي فادني جدا، وبدات امشي وراه. هو ايه اللي يخلي واحد ممكن يساعد كده؟ يعني هو ليه بيساعد كده اوت اوف نو؟ حسيته فعلا رساله من ربنا، يعني واحد كده ربنا بيسخر عباده عشان ينفعوا بعض. انا اتعلمت الموقف ده كتير قوي، ان قد ايه الواحد يبقى عنده يعني بنسميها بقى في الكوتشنج بقى يا محمد، يعني كوتشنج مايند سيت، عقليه الكوتشنج، ان انا بدعم الناس واحب اساعد الناس للخير، مش مستني حاجه. ده حتى في ديننا قبل ما يكون حتى في الكوتشنج، يعني احنا كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ف دي كانت البدايه، فالبدايه دايما في بدايه خير، البدايه كانت خير. اتقابلنا بعدها بقد ايه يا محمد؟ بقى 5 سنين تقريبا. يعني تقابلنا في الرياض بعد كده 5 سنين شمال 7 الرياض سنين تحديدا، ايوه. حاجة. تقريبا كان في الرياض. شرفتني وجيت عندي في الرياض، ومش لازم نحكي الستوري كلها بس عشان لا اسمح لي، كنا قاعدين في خيمه، انا فاكر احنا قعدنا في خيمه ساعتها. حصل يا جماعه. ربنا يديم المعروف ان شاء الله. طيب اجابه سؤالك، طبعا definitely في challenges، اكيد في تحديات زي اي انطلاقه في اي مجال، وزي اي اطلاق لاي منتج او خدمه، اكيد بيكون في تحديات بتبقى يعني لاي حد عنده رساله عايز يقدمها. ولكن يعني بالتعلم وبالبحث وبالسعي وبسؤال الخبراء وبالتجربه وبالخطا، الواحد يقدر ان شاء الله ان هو يتعلم ويتخطى التحديات دي. اعتقد لو عايز اتكلم بقى، يعني اتكلم عن المشكلات، ايه رايك ندخل بقى في المشكلات بتاعت اللي بتقابل الكوتشز عموما بعد التخرج؟ اعتقد المشكله الاولى، واللي عايز اعمل هايلايت كبير عليها قبل ما اخش معاك بقى في الماركتنج ديتيلز، هقول ان الكوتشز المشكله الاولى او الخطا الاول او التحدي الاول، ان هم بيستعجلوا قوي في الاطلاق، يعني بيستعجلوا قوي في اللونش. بيكون متخرج من الكورس بتاع الكوتشنج متحمس جدا وعايز بقى يعني يكسر الدنيا، نفسه بقى خلاص بيبص على الكوتشز بقى القدام السينيورز، فيلاقي ده عنده صفحه على الفيسبوك، وده عنده قناه على اليوتيوب، وده عنده مش عارف عشرات الالاف من المتابعين، وده عنده كتب، وده بيعمل سيشنز وبينزل سكرين شوتس للواتساب، الناس بتشكره على السيشنز بتاعته وريكومنديشنز. فبيبص الناس دي موجوده في شابتر 20 شابتر 30 في الجيرني بتاعتهم، وهو لسه اولموست في ايه يعني مقدمه الكتاب بتاعه. ايوه، وعايز يعمل كل حاجه طبعا. بالظبط.
فهو عايز ينط على الشابتر 30، مش عايز ياخد الجيرني واحده واحده ويمشي على الشباتر كلها الاول. فبيقعد يقارن، يجي له احباط، فالاحباط ده عايز يتخلص منه، يعمل ايه؟ بيستعجل. صح. يلا يقوم عامل صفحات على صفحه على الفيسبوك، وعامل كل السوشيال ميديا يحط اسمه، ويقعد يجيب كده صور من جوجل وشويه بوستات كده يعني موجوده في كل حته، وبياخدها ينزلها على البيج بتاعته عشان ايه؟ يعني يشغل البيج بتاعته. كلنا بنغلط الغلطات دي يا جماعه، عادي يعني. احنا يس مفيش يس حد يس، انا ملائكه. بوصف واقع يعني. مش طبعا مش بلوم حد، بالعكس انا بوصف حاله، وعايز اقول ان الحاله دي للاسف بتبقى حاله مؤقته، مش بتجيب نتائج، بل ان البعض بيبدا يعمل اعلانات وبيصرف فعلا سبونسرد كامبينز على اعلانات لجلساته، وبرضه بيرجع بعد كده بيشتكي لي، بيقول لي انا ما جاليش حاجه وانا صرفت كتير. فالفكره اللي عايز اقولها هنا ان الناس بتستعجل. محتاجين نعمل هولد بعد التخرج. الشهاده ودراسه الكوتش عموما ايا كان السكول اللي بتدرس فيها، دي المحطه الاولى قبل الاطلاق، بس لسه قبل اللونش وقبل ما انا انطلق في الماركت. انا عندي اكتر من محطه ثانيه. انا محتاج ابني اكسبيرينس الاول، محتاج اقوي عضلاتي انا ككوتش تكنيكلي. انا ما ينفعش اكون مصنع سيارات واقرر اعمل لونش للسياره بتاعتنا ولسه ما فيهاش اي فيتشرز خالص، لسه عندي هيكل سياره بس، لكن ما فيش جوه اي حاجه، ولا في تكييف ولا في كراسي ولا في حاجه، لمجرد ان انا فرحان ان انا بقى عندي مشروع سياره. هخسر يعني، هدخل الماركت وهطلع منه مباشره، وانا بدخل بكون بخرج. لازم نبني الاكسبيرينس بتاعتنا كويس. ان انا بقول دايما ان انت ممكن تقدر بالبروموشن تجيب اول كلاينت، لكن الكواليتي بتاعت السيشن هي اللي هتحدد الكلاينت ده هيجيب لك 2 3 4، ولا هيعمل نيجاتيف وورد اوف ماوث، وبالتالي هيبقى ده اول واخر كلاينت بعد كده. 100%. فورك اون يور كواليتي. بقول للكوتشز اهدوا. احنا كده كده مثلا عندنا سيستم في الاي سي اف يا ميجو، لما حد بيتخرج لازم يعمل اتليست 100 سيشنز، 100 كوتشنج اورز، عشان يعني يبيلد الماسكلر يعني تكنيكاليتي بتاعته، يكون فعلا صح. قوي جدا في الكوتشنج. وعشان ما يطلعش ان واحد بيقول اي كلام. مظبوط. بالظبط، يعني مش هينفع. فناخد وقتنا، ما نستعجلش، وهي اللونش بيجي لوحده. وانا عايز كده، احب اقول دايما، انت لونش لما تكون تحس ان انت خلاص يعني اللونش اللي بيتحايل عليك، مش انت اللي بتتحايل على اللونش. يعني خلاص اللي هو تلاقي الناس كلها حواليك، انت ازاي لحد دلوقتي ما انطلقتش؟ انت ازاي لحد ايوه. دلوقتي باللي عندك ده كله ما بتقولش اللي جواك، وتطلع بقى بالكونتنت بتاعك ويلا تتكلم عن السيشنز بتاعتك؟ فسيب الخطوه تيجي لوحدها وتعلن عن نفسها في الوقت لما تكون انت فعلا مور ذان ريدي ان انت تقدم فاليو حقيقيه. ان الماركتنج في الاخر هو فاليو. يعني لو ما عنديش فاليو، مهما كان عندي بقى فولورز، مهما كان عندي وات ايفر، انا مش هقدر اعمل حاجه فعلا سيجنيفيكانت يعني. 100%. طيب معلش يخش معايا شويه اكتر يا ميجو في التحديات. يعني انت كده كلمتني على ان اي واحد بيبقى عايز، اول واحد بيبقى متخرج عايز يعمل كل حاجه ومستعجل على النتائج. تاني حاجه فقلت لا استنى شويه وخد وقتك وتعلم كويس، خد الاكسبيرينس المطلوبه عشان تقدر تتحرك اكتر. طبعا احنا يا جماعه هنخش شويه في ديتيلز. انا برضو ايه، انا بيور ماركتنج باك جراوند، مجاميجو كوتشنج وماركتنج وبزنس. وهو حكى حاجات انا عارف الباك جراوند بتاعها قبل كده، شفته وهو بيتكلم فيه. يعني انا فاكر كويس جدا يا ميجو ده هينسباير الناس اللي بتسمعنا برضو. ازاي انت اول ما بدات عملت البيرسونال براند بتاعك؟ لان يعني واحده من الحاجات الاسينشال ككوتش النهارده موجود، عايز تبقى مختلف. وفي شويه غلطات في الحاجات دي هنتكلم فيها كمان شويه يا جماعه برضه، عشان عارفين عشان انت ككوتش انت مش سوشيال ميديا انفلونسر. لان نفس الكلام انا برضو بعمل مثلا يوتيوب، فاحنا مش سوشيال ميديا، ده ليهم ناس بتوعهم، ليهم سيجمنت تاني بكونتنت معين ببلاتفورمز معين، وفي اكسبرتس اتكلموا في الموضوع ده برضو. فنرجع كده، قول لنا كده على الستوري بتاعتك يا ميجاميجو، بدات ازاي كبيرسونال براندنج؟ بنيت ده ازاي ما شاء الله لحد ما بقيت من رواد ومؤسسين صناعه الكوتشنج في الشرق الاوسط وافريقيا؟ والله بص، انا اتخذت كده المدرسه بتاعت الكونتنت ماركتنج، ماشي، اللي هو تسويق المحتوى. انا بحب اصلا انتاج المحتوى، يعني انا بحب فكره الافكار وان انا اشارك افكار مع الناس، هي حاجه ايوه. ناتشرال عندي. فبدات ان انا فعلا سواء على اي سوشيال ميديا بلاتفورم كنت انا موجود عليه بكتب بوستات. شويه الموضوع اتطور لما لقيت في تفاعل ايجابي مع كتابه البوستات، وان انا كده بحاول الخص مقالات معينه. في البدايه على فكره ما كانش عندي اي اوثنتيك فويس. يعني الناس برضو دي بقولها للكوتشز، اللي بيكون في الاول حاسس ان هو بيقلد، حاسس ان هو بيكوبي بيست. انا بقول كمل في المرحله دي. في الاول لازم تكوبي بيست، لازم في الاول انت بتكون ناقل اكتر منك حد بيشير طرح خاص بيه هو.
بس يو ويل ايفولف مع الوقت. انت كده التون بتاعتك هتتشكل، ومع الوقت هيبقى لك رسالتك ونكهتك انت والزاويه بتاعتك انت. فبرضه اجين الرساله بتاعت اصبر على نفسك. فانا كنت بدات كونتنت كريشن لما لقيت موضوع البوستات جايب نتيجه كويسه. قريت بعد كده معلومه ان الفيديو التفاعل معاه والامباكت بتاعه على البراند وعلى البراند والانتشار اولموست 10 اكس البلوجز والكتابات. فاتحمست قلت بقى خلينا اصور فيديوهات. طب بصور فيديوهات بالموبايل، كنت بقى لقيت الموبايل تعبان قوي، كان عندي موبايل الكاميرا بتاعته اي كلام فمش هينفع. ايوه انا شفت البدايات. انا فاكر شفت انت الفليب شارت اللي متابعني كان انت، موجود، الصندوق وانا الاسود عملت كله زيك في عندك. القناه بتاعتي. كنت برضو يعني كل واحد بيعملها بشكل مختلف. احنا الاثنين كنا فاتحين فليب شارتس، وانا بتكلم ماركتنج وانت كنت بتتكلم ساعتها على كوتشنج، وعامل التيرز كلها رايحه جايه وماسك الناس مفرهدهم. انا فاكر الحوار ده. ده حقيقي. انا والله بص، اشتريت فعلا فليب شارت ستاند وخليته عندي في اوضه المكتب بتاعتي. وبعدين رحت اشتريت كاميرا، قلت بقى انا عايز اعمل حاجه كواليتي كويسه. طبعا انا زيرو الكاميرا مش اللي فاهم هي اي حاجه في البتاع التصوير. اللي كده دي، ايه؟ الكاميرا بتاعت زمان دي. لا بس على فكره والله اللي هي دي اس ال ار، عارفها انت؟ مش فاكر كانت نايكون تقريبا او. وجبت الترايبود بتاعها، عملت انفستمنت والله ساعتها. وطبعا اضاءه ما كانش عندي بقى اي في الاضاءه بقى، استكيت بقى فاهم، ما عرفتش اعمل ايه في الاضاءه. ايوه فاكتفيت بقى، جبت لمبه كده فاهم الاضاءه بتاعتها اقوى شويه وحطيتها كده ايوه فوق. ايوه طبعا التصوير كان برضه ستيل رديء، مش اقوى حاجه، بس ده كان فاهم ده اقصى جهدي ساعتها يعني. فانتجت والله فيديوز كتير في الوقت ده. الحمد لله بدا المحتوى يجيب نتائج كويسه، بدا احس فيه انجيجمنت. بدا مثلا تريننج سنترز تكلمني وعارفين ان انا بقى بدي تريننج بروجرامز في حاجات معينه. بدات حتى ايفن على مستوى الكوتشنج سيشنز، ناس برضو تعرفني وتسالني على المستوى الشخصي اسئله وعايزين ناخد سيشنز معاه. فالمحتوى بصراحه كان هو الاستراتيجي الرئيسيه بتاعتي. ومع الوقت بقى بدات اتعلم ازاي اطور المحتوى، ازاي اخليه اقوى، ازاي اخليه يونيك، ازاي اخليه متفاعل مع احتياجات الماركت. بدات اسمع الناس بقى، مجتمعنا العربي. يعني كنت في الاول يا محمد بتكلم باللغه الاجنبيه شويه. ايوه هو انا جايب معلومات شفتها عند سيث جودن، وشفتها عند توني روبنز، وشفتها عند بريندون بورتشارد، وجاي ايه بقولها. ايوه مع الوقت ده قلت المعلومات دي مش نافعه مع الميدل ايست. بدات اشوف بقى الميدل ايست محتاج ايه. فهنا بقى الفويس بدا يتطور. ايوه فانا بقول ان الناس اللي عايز يبدا بيرسونال براند، الكونتنت كريشن هيظل على فكره الى يعني فتره طويله جدا كي استراتيجي. يعني يكفيك يا محمد ان تبص على الكي جورز الموجودين في العالم دلوقتي في اي مجال. انا كنت بنبهر بحجم الكرم العجيب في المحتوى اللي بيدوه مجانا. يعني ادخل على يوتيوب شانل مثلا روبن شارما ولا توني روبنز. ايه ده؟ 100%. الاف الفيديوز مجانا، الاف. انا وتيجي معلش تلاحظ تقول هو يا الراجل ده بياكل عيش منين يا جماعه؟ هو بيعمل فيديوهات فري ليه كده؟ فتفاجئ لا هو عنده طبعا حاجات تانية بيد، بس هو ده كل ما كان جينيرس وبيدي كونتنت بكرم وكونتنت فاليو. على فكره عشان برضه في خطا بيقع فيه كتير من الكوتشز، انه بيعمل حاجه مجانا بيعملها ايه يا محمد؟ بيعملها نص نص. ايوه يقول لك بص دي بيقلب حاجه ال فري. لا ده ابو بلاش، فخلينا ايه اوفر ايوه جهد. ايوه لا انت هتعمل ويبينار مجانا، هتعمل كتاب مجانا، هتعمل فيديو مجانا. اعمل اعلى كواليتي عندك، اعمل وكانك انت واخد ذا هايست بيمنت ايفر في البروجكت ده. لان هنا الكلاينت لما بيشوف ده بيبدا يشوف القوه الرهيبه اللي انت بتديها مجانا. امال بقى لما اروح لك بيت هتعمل معايا ايه؟ يعني شايف 100%. الديفرنس. فالحمد لله انا يعني ممتن لله سبحانه وتعالى انه يسر لي فكره المحتوى وانتاج المحتوى. ومع الوقت بقى دي بقت استراتيجي بقى على مدار كارير كله. ان خلاص طبعا انا انا يوم ما مش احب هسيبك، ماركت اي حاجه اتفضل. انا مش هسيبك بسهوله في موضوع المحتوى ده، بس عشان الموضوع ما تضحكش عليا بكلمتين تقولي بس المحتوى ده باب كبير قوي، وعايزين ايوه نفيد الناس والله فيه. معاك، انا معاك. بص ماليش حاجه النهارده، انا يعني نايم كويس ما تخافش، يلا هسهر معاك. يلا بينا. طب انا عايز اشير حاجه بقى مهمه قوي، لان انا موافق 100%. اول حاجه انت لازم تبقى فعلا جنرس جدا جدا وكريم قوي وانت بتعمل المحتوى بتاعك. انا هشير معاكم حاجه حصلت معايا. كان زمان عندي موقع اسمه howtobeamarketer.com، وكنت بكتب فيها مقالات على فاكره. الماركتينج وبشرح فيها ديتيلز. فالمهم ايه، اول ما عملته في الاول خالص كنت بقى ايه يعني تعبان جدا، ان باخد كل مثلا حاجه انا دارسها وعارفها بحاول اشرحها في تفاصيل عشان اخليها سهله واخليها بشكل كأن حد بيتكلم مع حد. فالمهم كنت عاملها على الموقع ان محدش يعرف يعني ياخد الكونتنت. كنت خايف بقى على الحاجات بتاعتي وان هي قلبي بقى ومش هقدر اسيبها والكلام ده كله. لحد ما قعدت مع واحد من الجريلا ماركتيرز، كان باري فايك تقريبا لو انا فاكر.
او جاي كونراد ليفنسون، وسالته برضه نفس، كنت بقول له بقى بص انا يعني أنا في ناس بتكلمني ان هو طب ما تفك لنا المحتوى ده، ما تخلينا نعرف ناخد كوبي منه، عشان انا كنت عايز بعد كده يعني اعملها بفلوس او انزل منتجات بفلوس. ف... فقال لي ساعتها ايه، ان صاحب المحتوى لازم يكون كريم، ولو انت عايز تبقى ماركتير شاطر لازم تبقى كريم، ولما انت تبقى كريم هتقدر تعمل حاجه كويسه. ودول الاجانب بيقولوا كده يعني ما بالكم بقى احنا كناس في الشرق الاوسط وناس عرب، المفروض يعني الكرم كله جاي من عندنا. فلما جربت دوت فرقت كتير جدا جدا معايا. فده اول حاجه كنت عايز اقولها. تاني حاجه في موضوع المحتوى، انا موافقك مليون في الميه، لما بتعمل محتوى قوي النتيجه بتبقى فوق التخيلات والوصف. لان احكي لكم انا كده خبره غريبه جدا حصلت معايا. انا قعدت في الموقع بتاعي في هاو تو بي ماركتر وجريلا ماركتر دوت كوم، وبحاول اعملها بروموشن، وصلت مش عارف ل 100,000 فولور. وبعد كده على الفيسبوك كنت عايز اعمل انجيجمنت للناس اللي موجوده، فموتت نفسي بقى وعمال اعمل سوشيال ميديا بوست ليل نهار وبتاع. في الاخر جبت ايه بقى، جبت لي يا جماعه، قعدت مش عارف كام 3 4 شهور جبت 5000 فولور بالعافيه وبادفرتايزنج. خلاص. وانا كل الحاجات بعمل فيديوهات حلوه، بس مش مركز في موضوع الصوره وهكتب ايه تحت الصوره، وان هي تبقى انجيجنج، او ان اقعد اتكلم مع الناس اللي بحط عليها بوست. جت مراتي راحت كانت عامل بيج في الدايت، فاقل مش عارف من اسبوعين 3 ولا شهر راحت جابت ال 5000 ده. وانا كنت بقى ايه، اتعقدت يعني هو ايه ازاي هي دلوقتي ما بتتكلمش، يعني هي نيوتريشنست بس ما بتتكلمش في البيج دي. فانا اللي هو ازاي ده. المهم انا ايه، انا كنت بتكلم عن الموضوع ده في انترفيو تاني من فتره، وبعدين بقول الموضوع لمراتي من يومين، فبقول لها انت مش عارف جبت ال 5000 وانت لسه معقد، انت لسه فاكر الموضوع ده من كام سنه. فالمهم ايه، فبنخش على البيج بتاعتها لقيت اكتر من 100,000 واحد فولور عليها، وهي بقى لها اكتر من 7 سنين مش بتبوست سنجل بوست على البيج دي، وان والله ما عملنا سنجل ادفرتايزنج عليها. ليه؟ لان المحتوى كان مختلف، كان انجيجنج جدا، قادره انجيج الناس اللي موجوده. وانا هنا مش ببروموت اسمها ولا البيج بتاعتها عشان اوضح لكم، انا بقول فعلا اوثنتيك ستوري. ف100% يا مجاميجو المحتوى هو اللي بيميك ا بيج ديفرنس. بس يعني انا كنت ناوي اخش شويه معاك ديتيلز، بس انت لمست حاجه انا شايف ان عشان ما نخرجش براها لان دي مفيده جدا للناس. قول لي كده ايه اكتر حاجه كاستراتيجي، واحنا النهارده عندنا كوتش اتخرج من عندك او عايز يبدا يشتغل في كارير الكوتشنج وعايز ينجيج الناس في النيتش بتاعه. انت قلت المحتوى وقلت اختيار النيتش او اختيار العملاء بتوعك. كلمنا شويه عن الحته دي كده، وقول لنا في المحتوى ايه الحاجات اللي ممكن تشتغل وايه الحاجات اللي ممكن شايفها ان هي مش صح، عشان نقدر نشتغل عليها بشكل كويس. حلو قوي. هو طبعا فكره ان النيش واختيار التخصص طبعا مهم جدا، ولكن كتير من الكوتشز لما بيتخرج بيكون لسه محمد الاجابه مش واضحه له، هو مش عارف ممكن اتخصص فيه. صح. او الكوتش ما شاء الله تفرع دلوقتي بقى فيه عده تخصصات، بقى في كارير كوتشنج وكوربريت كوتشنج ولايف كوتشنج وريليشن شيب كوتشنج بوزيتيف سايكولوجي كوتش، وهو ممكن درس اكتر من تخصص حتى ايفن بتحصل. فبيستك يقول لك انا مش عارف اعمل ايه. طب انا بقول اختار اكتر يعني تخصص حاسه قريب لقلبك، لاقي نفسك فيه اكتر، يو فيل باشنت يو فيل كومبتنت، وابدا بيه. بلاش البدايه المتشتته. في بعض الناس بيحب يبدا كده ايه طلعتين، انا لايف كوتش وكوربريت كوتش، انا كارير وريليشن شيب، انا همسك انا كله. بتاع كله. يو ويل كونفيوز يور اودينس، والناس هتتلخبط، ومش هيكون لك بوزيشننج، مش هيكون لك ديفرنشيشن. فاختار حاجه واحده كبدايه، وليتر اون ممكن تعمل ريبراندنج وتزود تخصص جديد بعد ما تكون كسبت ثقه لشريحه من الايه من الناس اللي معاك. فدي البدايه، ان انا فعلا خلاص حددت انا عايز اشتغل مع، هل اشتغل مع مامز، هل اشتغل مع تيتشرز، هل بشتغل مع تينيجرز، انا مين السيجمنت اللي فعلا بيسمعوني. طب لو انا مش عارف السيجمنت، ابدا جنراليست. يعني في البدايه ما كنتش عارف مين اللي هيتسوق معايا، ايوه. فانا بقول دايما ابدا وسيتضح الطريق. ده شعاري دايما محمد في كل حاجه بعملها. يعني لما تلاقي اجابات كتير مش واضحه وحاولت تستوضح ومش لاقي الاجابه، ابدا وسيظهر الطريق. لازم اتحرك، لازم اعمل حاجه، وهتلاقي كل ما تمشي شويه الصوره بتتضح. مش لازم الطريق كله يكون واضح عشان انطلق، عمرها ما بتمشي كده في يعني احنا في عالم البيزنس لازم ابدا وفي كده شويه انسرتينتي محترمه، في شويه مجهول كده كبير، بوليكه كده انا ايوه. مش عارف لها يعني مدخل. امشي والبوليكه دي هتروح هتختفي. و... وبالتالي دي مش من اكبر الماركتنج ميستيكس يا جماعه، الناحيه الثانيه اللي هو احمد اللي هو مجاميجو مش عايزكم تقعوا فيها، ان البرفكشنزم ما تقعدش بقى تمسك كل حاجه وعايز شكرا. تخليها اميزنج ومظبوطه وعلى الواحده. لان احنا حتى بنشوف ده في الماركتنج فيلد، ان في ناس عايزه تعمل ماركتنج بلان، يعني بص ما حصلتش الورد اوف ماوث لما تنزل تعمل
بيج وورد اوف ماوث. طب ما في كيسز كتيره جدا جدا على ناس بتبقى سكند براندز، يعني تنزل تاني واحد في الفيلد او في المجال ده وتبقى مختلف. ونعرف احنا كتير قوي في اندستريز مختلفه من غير ما نقول بس ان سبيسيفيك ايه، ناس بتيجي بعد كده وبتبقى نمبر 1 في الاتشيفمنتس بتاعتها. ليه؟ عندها كونتنت مختلف، عارفه عايزه توصل لايه. في كونسبت بتاع الهامر تكنيك، انك معاك زي الشاكوش كده وعمال تضرب على نفس الكونسبت بنفس الايديا وبتنجيج الناس عليها، فبتعمل وورد اوف ماوث. غير انه يجي حد يقول ايه انا هوصل لكل الناس في كل حته في اي حته بكل حاجه موجوده عندي، يعني هتتعب ومش هتوصل في الاخر للنتيجه اللي انت عايز توصل لها. ايه تاني يا ميجو؟ انا بقى عايز اقول حاجه ثانيه. انا عايز قبل ما انطلق على السوشيال ميديا، يعني عايزين بس نحط السوشيال ميديا في اطارها يا ميجو. هي ايوه تول، هي مجرد اداه، هي مجرد شانل. صح؟ انتوا بالنسبه لكم في انت استاذنا يعني، هي تشانل صح؟ ما تعتبرش طبعا تول، اتس تشانل. طبعا. اذا يبقى انا عايز اقول ان قبل ما استخدم التشانل دي، انا عايز اتاكد ان انا التشانل الاورجانيك بتاعتي الاول، اللي هي العلاقات بتاعتي، النتورك بتاعتي على الارض، الماركت الحقيقي مش الافتراضي، عايز اتاكد ان انا دخلت فيه اصلا. فقبل ما انزل واروح سوشيال ميديا، تعالوا نتكلم ان يا جماعه بعد ما نتخرج، وده اللي بدعو ليه كل طلابي وكل الناس بتتخرج من عندي، ابدا اعمل سيشنز في السيركل بتاعتك، وما تبداش بيت سيشنز، ابدا فري سيشنز. صح، عشان بيجي لي هنا بتجرب تشالنج، وستريس انا هقول لك اقل بص، انا برد لك بقى، انا بقول وبرد. ايوه بس احنا لما بنعمل فري سيشنز الناس بتحس ان احنا الخاص، وان احنا كده يعني افيلبل قوي، وان السيشنز موجوده. فبقول دايما يا جماعه بلاش تيجي تقول يا جماعه انا عندي 100 سيشن فري، لا مش كده. انا ايوه. يا جماعه عندي حوالي 5 سيشنز فري بمناسبه رمضان، بمناسبه راس السنه، بمناسبه انطلاقه مثلا سيزون جديد ايا كان. فعندي 5 جلسات مجانيه لاول 5 هيبعتوا لي مثلا. ودي من اكبر الماركتنج تولز، قويه جدا. يس. فلحد ما ابدا يعني ابني كده الاورجانيك سيركل بتاعتي، بقى عندي مجموعه من المتابعين او الناس اللي فعلا بيثقوا فيا اورجانيكلي. انا لسه ما رحتش على السوشيال ميديا خالص. ده اولا هيعمل لي كذا حاجه يا ميجو. اولا هثق في نفسي لما احس ان انا بجيب نتائج مع العملاء بتوعي لما بقعد معاهم. رقم 2، بيبني لي وورد اوف ماوث على الارض. وبالمناسبه الوورد اوف ماوث على الارض هي اللي هتسمع لي على السوشيال ميديا لاحقا. فانا اكون طبعا داخل السوشيال ميديا وعندي ايه، عندي ارضيه. طبعا. عندي ارضيه. يعني انا اديك تجربه شبيهه يا محمد سريعا. انا لما بدات في التريننج قبلها، انا كنت قعدت حوالي 3 سنين بدرب ببلاش. يعني قعدت اعمل فري تريننج، سواء بقى ثلاث في سنين 3 سنين آه. ان جي اوز ويعني هيئات خيريه ومدارس. ماشي. وانا كنت ساعتها ما اعرفش والله الترينر ده بياخد كام، يعني ما اعرفش ساعتها هو البيمنت بيبقى شكله ايه والفيز شكلها ايه. ايوه بس ال3 سنين دول انا لولاهم بجد بعد ربنا سبحانه وتعالى عمري ما كنت هعرف انطلق. ادوني ثقه كبيره قوي في نفسي. حسيت يوم ما اقول انا سعري كذا يبقى انا فعلا اي مين ات. ولما رحت على السوشيال ميديا بقى كان اوريدي عندي فئه كبيره من الناس متابعيني اصلا، من الجمهور اللي شافوني لايف في الكورسات اللي انا كنت بديها والمحاضرات اللي بديها. فانطلقت كده ومعايا ارضيه، معايا بوش. غير لما اروح على السوشيال ميديا كده ايه، صحراء، محدش يعرفني اصلا، كل اللي متابعين هم اصحابي اساسا ايوه فقط. ايوه. فالايدنتيتي بتاعت المتابعين بتتغير لما انا ببدا اعمل الاكتيفيتي اللي انا عايز اعمله. فده يرجعنا تاني لفكره ابدا على الارض. انا بقول دايما كده ابدا على الارض، ان هو في الاخر الماركت مش السوشيال ميديا. السوشيال ميديا مجرد قناه هتوصلك لمزيد من الجمهور، بس الجمهور الحقيقي هو في الاخر بشر. البشر دول موجودين في الواقع، فلازم اروح لهم في الواقع. وبالتالي انتشر واروح اعمل ورك شوبس في كل حته، اروح اقابل الناس في المنتديات. دلوقتي الكوتشنج على فكره اتقدم قوي، بقى في مؤتمرات، وبقى في اكتر من كونفرنس بتعمل كل سنه دلوقتي. ففي فتقدر بسهوله نتوركينج. تروح الكوميونتي وتقابل ناس وتقابل يعني جاذرينجز وتعمل سبيتشز هنا وتعمل ورك شوبس هنا، وتبدا تدخل في الكوميونتي. ومن هناك تبدا بعد كده تنطلق بقى على السوشيال ميديا. طب معلش انا هستيب باك شويه، لان احنا ايه معروف في اي، يعني احنا جايين برضو النهارده انا جايين نتكلم طبعا احنا بنجمب من حته لحته. اتكلمنا على المحتوى، اتكلمنا بسرعه على اختيار العميل، اتكلمنا على انت ازاي هتبدا تشتغل في الماركتنج. والماركتنج هي فيها شويه خطوات. إن اول حاجه تعرف انت عايز تستهدف مين، ايه الحاجه اللي موجوده معاك، ايه المزايا اللي عندك، التخصص بتاعك شكله ازاي، هتارجت انهي شريحه شكلها ازاي. بس هي يعني خلينا نغوص شويه في الديتيلز. هنختار اي شريحه ازاي؟ يعني انت قلت لنا يا جميل انت بتجرب في الاول وتشوف حاجات مختلفه، بس اختار اقرب حاجه لقلبك. مليون في المية موافقك في الحته دي. بس ادينا كده شويه ايه، يعني اكسبيرينس كيسز تعرفهم، ناس جربوا حاجات مختلفه طلعت ان هي مش ناجحه بسبب كده. حد جرب حاجه عايز يبقى هو في السي او بيعمل كوتشنج للسي اوز مثلا، بس هو لا دي مش اكتر حاجه بيحبها او ما عندوش الاكسبيرينس فيها. فقول لنا كده انت ايه رايك في الموضوع ده؟ بص، هي بتيجي ازاي؟ هي في اكتر من فاكتور فعلا بيساعدني ان انا اختار يعني خلينا اقول حاجه. بص، هو انت ما بتختارش،
يعني خلينا نقول كده المجال هو اللي بيختارك مش انت اللي بتختاره. ماشي. حلو. ف... يعني سيبه هو يختارك. بمعنى ايه؟ في مثلا واحد جاي عنده 15 سنه كوربريت اكسبيرينس واشتغل ليدر واشتغل مع تيمز وكده، فبتلاقي كده ناتشرالي كده بشكل طبيعي تلقائي اورجانيك هو ميال هيبقى كوتش في الحته بتاعه المؤسسات. مش هيكون انترستد في الريليشن شيب كوتشنج مثلا ولا في لايف كوتشنج. ده معنى كلمه ان المجال بيناديك، هو اللي بيقول لك تعالى في كولينج. فيروح يدخل في المؤسسات بيلاقي في اكتر من فيلد بقى، في كوربريت كوتشنج، في كارير كوتشنج، في اكزيكتيف كوتشنج. يقعد يسال ايه رايك في الاكزيكتيف كوتشنج ده؟ بيشتغل مع السي ليفل. يقول لك لا انا ما اشتغلتش قبل كده مع سي اوز، انا دي مش ملعبي قوي، ما اعرفش الليفل ده بيفكر ازاي. طب تعالى كارير كوتشنج، تقعد تشتغل مع الناس اتش ار بقى والسي فيز والبريباريشن للكارير بتاعهم. لا مش ملعبي قوي، انا بحب اطور المدراء والتيمز ان هم يطوروا البرفورمانس بتاعهم. ده اسمه كوربريت كوتش. بس هو ده this is me, this is my experience. حطيني هنا معاك لو سمحت. بس كده. خدت بالك ازاي؟ فبشويه كده ديسكشنز ويسال كويس في المراكز اللي رايح يدرس فيها فيعرف اكزاكتلي هو عايز ايه. فده نموذج، يعني ده نموذج لحد الباك جراوند بتاعته هي اللي بتناديه. هل لازم يكون عنده يعني حلو قوي الباك جراوند، بس الباشن طبعا ده كلير واقرب حاجه لقلبه، بس انت الكابابيلتي، هل لازم يكون عنده الكابابيلتي دي او جزء منها عشان يبقى كوتش في الحته دي؟ انا عارف ان ده كومن ميستيك عند ناس، وممكن صح وغلط، ومش عايز اقول رايي الشخصي فيها فاحب اسمع رايك. الكابابيلتي بص بتتكون من كذا حاجه طبعا. هل انا ممكن مجال انا بحب اقرا فيه؟ يعني عندي بص الكابابيلتي ممكن نلخصها كده كي اس اي: ايوه. نولج معرفه، سكيلز مهارات، اتيتيود سلوك. خلاص. ايوه. او شخصيه، ممكن ميول شخصيه. فليتس سي مثلا حد موضوع الريليشن شيب كوتشنج مثلا، كوتش العلاقات، هو مهتم بالمجال ده من زمان، كل ما بيروح معرض الكتاب بيجيب كتب في الحته دي بتاعت العلاقات دي، وعارف بقى مش عارف جوتمان واسمه ايه ده بتاع مارسن فينوس، وبيقرا كتير هنا وبيسمع كده. فالمجال ده واخد استحواذ كده فكري في دماغه. طيب سكيلز، هو لسه ما عندوش سكيلز، عمره ما اشتغل كوتش في الحته دي اصلا. ماشي. بس ناس كتير من اللي حواليه قالوا له والله انت يعني ما شاء الله عندك قدره على حل الخلافات بين الناس، وبتعرف تسمع الناس كويس قوي، والامباثي سكيلز بتاعتك عاليه، وانت شخص حبوب وبتعرف كده يعني تفهم الاخرين، وعندك ذكاء اجتماعي. كل الفيتشرز دي كده لما خد فيدباك من الناس اللي حواليه بيديله كده اتجاه ان انت بص الحته بتاعت ريليشن شيب كوتش انت معلم فيها، يعني ممكن عندك مشروع بوتنشال فيها. عشان ماشي. كده انت بتقول يجرب، لانه بيز لما يجرب هياخد فيدباك، فهيعرف ان هو ماشي في الحته دي ولا لا. فعايز اقول يا ميجو بص لو نلخصها كده، بلاش يا جماعه استعجال الحسم. يعني احنا عقلنا البشري عموما بيميل الى حسم الامور بسرعه بشكل غير ايوه. ناضج، لان العقل ما بيحبش تردد. العقل مش عايز لو انت الانسرتينتي، مش عايز تقعد في حته مش مريحه بالنسبه لك، عايز الحته الكوزي الواضحه الكلير اللي هتقدر تجيب منها فلوس. يا سلام عليك. فاللي هو بص انا هقعد كتير كده، انا بقالي 6 شهور بفكر في موضوع التخصص، بقول لك ايه اختار اي حاجه. امم. بالعكس انا عايزك تقول لك بقى I want you to dance with uncertainty. ارقص مع المجهول ده، استمتع حلوه دي. بيه. ماشي. مش لازم يكون خلال 3 شهور انا عندي تخصص واضح، يا عم خليها تاخد سنه، تاخد سنتين، enjoy the process. انت بتتشكل في السنتين دول. فخد وقتك لحد ما. انا عن نفسي اتعمل ايفولوشن للتخصص بتاعي اكتر من مره يا محمد، يعني عادي. انا في الاول لما كنت ترينر مثلا كنت بتاع سوفت سكيلز ايوه. وبدرب مهارات شخصيه، وبعدين شويه حبيت الحته بتاعت السيلز وبقيت سيلز ترينر، وبعدين شويه ايفولفنج لا حبيت الجزء بتاع الليدرشيب، وشويه لا دخلت في الكوتشنج. هل معنى كده ال3 سنين في الاول دول اترموا في الارض ما لهمش لازمه قبل ما اكون اتخصص في الكوتشنج واعمل اسم فيه؟ بالعكس دول بنوني وفرقوا معايا جدا وعملوا ريفليكشن على حياتي دلوقتي وكاريري دلوقتي. فاصبر ومنها على فتحت نفسك. شركتك بقى، انك بتطبق كل اللي انت يا اخدته سلام وعارفه عليك. كسكيلز ده. بالظبط كده. شكرا. فمحدش يستعجل على فكره ان انا هعرف التخصص بتاعي امتى. فعلا هي براكتس بس اجين. يعني listen to your inner voice، اهدى مع نفسك شويه، ريفلكت كتير، خلي عندك سيلف اويرنس اكتر، اسال الناس اللي حواليك اللي اشتغلوا معاك، وهتبص تلاقي كده الاجابات بتشاور في حته واحده. انطلق بقى هناك. 100%. وفي ده يا جماعه، يعني انا عارف ان في ناس كتير قوي بتشوف انك ايه، عشان مثلا تشتغل في الماركتنج لازم تكون دارس في الماركتنج. انا مش موافق ان الكلام ده حقيقي. انت محتاج تكون قاري في الماركتنج، مش لازم تكون دارس ماركتنج. الكلام ده 100%. يعني عارفين عليها ديبيتس كبيره وفي ناس مش هتوافقني على الكلام ده، عادي ما توافقوش مش مشكله. بس انا اشتغلت الشغلانه دي كتير قوي برضو. بس مش لازم تكون شغال ماركتنج، بس يكون عندك الباشن، يكون عندك الريدنج بتاعها. اوديكم اكزامبل على دوت، ان في ناس كتيره جدا مش واخده الشهاده بس عندها
السكيلز. وكلنا عارفين ريتشارد برانسون وستيف جوبز وكل الناس الجامده دول ما كانوش اصلا ولا كملوا كليه ولا اخدوا اسمح لي شهاده وبقوا اضيف على بيدرسوا. كلامك حاجه في الحته دي يا محمد. يعني من المعلومات اللي فرقت معايا قوي في الطرح اللي انت بتقوله ده، ان الخبراء 3 انواع. يعني when I say expert في 3 types. ماشي. في تايب اسمه knowledge expert اللي هو بيقرا كتب. ماشي. هو عمره ما اشتغلها بايده، بس هو ستيل اسمه expert. الراجل ده قرا بتاع 100 كتاب في المجال، وبيحضر كل الكونفرنسز وبيجمع معلومات وبيلخصها للناس. هي از ان اكسبرت، وده بيعترف بيه. ماشي. النوع الثاني اسمه اكسبيرينس اكسبرت، ده بقى بتاع الخبره، اللي هو ستريت سمارت، اشتغل بايده. ممكن ما قراش غير كتابين في حياته، بس هتسمع منه معلومات اكيد ليها نكهه مختلفه وهاندز اون اكسبيرينس بخبرته. النوع صح. الثالث بيسموه ترايفكتا، اللي هو الثلاثه بقى. يعني هو عنده نولج وعنده اكسبيرينس وعنده كمان حاجه ثالثه، يعني عنده ويزدم بقى، يعني عنده حكمه من واقع كده، التشابك ما بين النولج والاكسبيرينس. فده بقى الجورو بقى، يعني ده كده اعلى ليفل من درجات الاكسبرتيز. بس ده لا ينكر ان في شخص بيقرا كتب وبيفيد الناس، ده ستيل خبير، وشخص بس بيشتغل بايده ستيل خبير. 100%. و يعني اقول لك اشير معاك حاجه كانت حصلت معايا كده من كام سنه وانا باخد الام بي اي. كنا دافعين فلوس كتير قوي قوي ساعتها يعني. فالمهم ايه، في الكلاس بتاعنا كان كل ما يخش لنا بروفيسور ف... فالناس بتتعبه، تقعد تقول له ايه، لا ورينا انت اخدت ايه، ما تقعدش تسالنا الاول، يعني دافعين فيها فلوس كتير كتير قوي يعني. فالعيال كانت متعبين جدا لاي بروفيسور جاي. فالمهم انا مش قادر انسى، كان في واحد جاي يدرس لنا مانجمنت. ف... فاللي قاعدين في الكلاس تعبوه، يعني قعدوا يقولوا له ايه، لا وانت وري قبل ما تخش بس انت داخل عمال تسالنا وتورينا وبتاع، عرفنا بنفسك ورينا وبتاع. فمش يمكن انت بتقول ثييريز موجوده على ورق ما شفناهاش في اي حته. الراجل قال لك عندي يا جماعه، اوكي حاضر، انا عندي 100 موظف شغال في اكتر من حوالي 20 كونتري. باشا علمنا. انت جربتها بايدك. خلاص خضعوا ما ما صح. ما اختلفناش. واحد تاني كان بيدينا انتربرنور شيب. فالراجل كان قاعد برضو، كان شكله صغير جدا في السن، كان ساعتها مش عارف 28 29. واحنا بنقول ايه يعني انتربرنور شيب، واحنا كنا ساعتها بندرس الجزء دوت، وكان اكبر موديول عندنا في اليونيفرسيتي. فاول حاجه قلنا له، يعني انت صغير قوي على انك بتدرس لنا ما يجيبش الكلام ده. فالراجل راح ساعتها فتح البنك ستيتمنت بتاعته، مش فاكر، ما شاء الله كان ساعتها فوق ال 20 مليون دولار. شكرا. وبدأ مش عارف البيزنس بتاعه من ايه لايه. فعلمنا يا باشا، امين. ايوه اتعدل بقى كده واسمعني لو سمحت، مش عايز اسمع ولا كلمه. بالظبط. لا والله يا محمد، بص انا عندي برضو ملحوظه في الحته دي. كم واحد لما بيجي يسمع اي اكسبرت دلوقتي بيسمعه، او اي ادفايزر على السوشيال ميديا، لو سالتك كده هات لي اي اسم كبير من الناس المشهوره سواء جلوبال او ايفن يعني ريجونال، سالتك قول لي كده الشهادات اللي الانسان ده واخدها، اتحداك ان قله قليله جدا من الناس هيبقوا عارفين الشخص ده درس ايه. كل شهاداتك وكل خبراتك وكل الاسباب بتاعت الفاليو بتاعتك الناس بتنساها تماما، محدش بيسالك عليها. كله بيركز على ايه؟ الكواليتي اوف فاليو اللي انت بتقدمها. صح. انت دلوقتي لو سالتني هو روبن شارما درس ايه مثلا، انا ولا عارف هو درس ايه، ولا عمري سالت ده. توني روبنز درس ايه وتخصص ازاي، ولا اعرف اي حاجه. ما اعرفش الليرنينج جيرني بتاعته اللي وصلته، بس انا يهمني اللي انا متاكد منه لما بسمع الراجل ده، او لو حضرت معاه كورس او خدت معاه كوتشنج سيشن، انا متاكد ان انا هطلع بهيوج فاليو وهتعمل لي ترانسفورميشن في حياتي. فالاودينس في الاخر ليه بالاوتكم وبالامباكت اللي هيلمسه على حياته وشغله وكده. فده اللي نشتغل عليه، هو ده المهم. فكم من، احب اقولها بقى كده، كم من يعني كوتش السي في بتاعه 15 ورقات يا محمد، بس مش لاقي شغل. صح. ماشي. لانه ما عرفش يباكج الفاليو بتاعته، ما عرفش يشتغل على الفاليو بتاعته اصلا ويشتغل مع الجمهور صح. وكم واحد عنده السي في بتاعه بسيط جدا، بيزك جدا، بس اشتغل على نفسه فعلا بجد، وبالتالي تلاقي الشخص ده ما شاء الله بنى كارير حقيقي. 100%. طب معلش انا هخش تشالنج حته صغيره كده، يعني حد اتفضل. النهارده انت لا، جاي، ليه انت من ساعه ليه ما بدات بصيت مش لي جاي البصه معايا دي؟ تشالنجز، يعني انا استغفر الله حبيبك. العظيم مش معقوله كده يعني. حد النهارده ايه، خريج لايف كوتش وكل حاجه وعايز يقدم فاليو، بس المشكله ان هو ايه، الناس يعني اللايف كوتش برضو ايه، حته عايمه شويه بالنسبه لناس كتيره يعني. بقول لك ايه، طب انت يعني هتبني تراست ازاي؟ ايش عرفني اللي قدامي ده فاهم هو بيقول ايه؟ فايه نصيحتك للناس اللي عايزه تسوق الكونتنت اللي هو عندهم فاليو، بس مش عارفين يقولوا الفاليو ده ومش عارفين شكرا. يسوقوه؟ اي لايك ات، حلو قوي السؤال ده. انت كده خدت في العضل بقى، عارف انت في الكور. عندكم انتوا حاجه يا محمد في الماركتنج بتسموه educational marketing. طبعا. ماشي.
واللي هو يعني ممكن نلخصها كده educate your clients before selling to them. وان انا قبل ما ابيع له حاجه لازم افهمه هي الحاجه دي هتفيده بايه. ومفيش انسان في الدنيا بينفست فلوس في شيء هو مش شايفه مفيد بالنسبه له فاليبل بالنسبه له. دي اعتقد احد اكبر المعضلات في الكوتشنج اندستري في الميدل ايست دلوقتي، ان في فئه كبيره جدا من قطاع عريض من البابليك يعني ومن المجتمع يا اما مش فاهمين اصلا يعني ايه كوتشنج، او ان هم بيلخبطوا بين الكوتشنج وبين العلاج النفسي او الجلسات النفسيه، صح. او بيقولوا ان الكوتشنج ده تنميه بشريه، وبالتالي للاسف التنميه البشريه الريبيتيشن بتاعتها وحشه قوي في الماركت عموما، فبيحطوه يعني مع التنميه البشريه، بيقولوا يا عم ده بتوع التنميه البشريه نصابين بتوع التنميه البشريه ونصبايه الكوتشنج، ظهرت بقى كده الكي ووردز دي. ماشي. وللاسف احنا في عندنا قطاع، وده قطاع كبير في المجتمع للاسف، ان اي حاجه ايجابيه بتظهر بتتحط للاسف في نيجاتيف ليبلنج. فالتنميه البشريه لما ظهرت كانت كويسه في الاول، يمكن هم اللي احبطوه، قال لك يا عم ده نصبايه التنميه البشريه. طب في أيوة. برمجه لغويه عصبيه بتفيد الناس وان ال بي، نصبايه الان ال بي. طب يا جماعه في حاجه اسمها ترين ذا ترينر وتريننج وليرنينج اند ديفلوبمنت، نصبايه الليرنينج والتريننج. طب ليه يا وهكذا ميجو بقى بيحصل اي ده؟ شيء بناء ليه للاسف الموضوع ده بيحصل؟ معلش انا قبل ما تخش شويه في الادفايس بتاع ان ديتيلز ان ديفرنشيت الكونتنت والفاليو، طب ليه ده بيحصل؟ انا اخش معاك في جهل. السايكولوجي، معلش احنا خرجنا بره الموضوع بس ده لا ايه ما خرجناش، حاجه بالعكس احنا في مهمه. الموضوع. الانسان عدو ما يجهله، وبالتالي كرد فعل تلقائي لما بلاقي حاجه غريبه عني انا مش فاهمها، فبدل بالظبط. ما ابدا اقرر امبريس المجهول ده واتعلمه وافهمه قبل ما هاجمه، لا انا بهاجمه مباشره. لانه غريب عني، انا مش عارفه. غريب. وانا عايز الناس لو انا مش قادر اجرو او انجح في الحاجه بتاعتي، انا عايز ان اقول هي دي الفاكت وهو ده النظام وكل حد هيبقى زيي واي حد غيري هو غلط. يس. حاجه ثانيه، سبب تاني بقول لك، انت اتكلمت بقى سايكولوجي. سبب تاني ان انا ما بحتك بفئه الكوتشز دول والجماعه المدربين دول، بحس ان هم سعداء قوي، بحس ان هم ايجابيين قوي. دي حاجه بتضايقني انا نفسيا، ان انا شخص سلبي وانا شخص فيكتيم، ووجود فيكتيمز حواليا بيديني مخدر ان انا ماشي صح، بيخليني كده ما اسعاش ان انا اجتهد واحاول اعمل حاجه مفيده. فلما بيظهر لي واحد اكسبشن ويقول لي بقول يا جماعه يلا يلا نشد حيلنا، يلا نقوم، احنا ممكن نبني حلمنا، احنا ممكن ننجح، احنا ممكن نكبر، الشخص ده بيتعبني، بيتعب ضميري قوي، بيحسسني ان انا غلط، ان انا غلط، ان انا فيكتيم. فالحل ايوه اعمل ايه طيب؟ لازم اهاجم وترصاب. صح. يلا يا دجال يلا رصاب. 100% صح. فانت يا احمد مجدي انت طالع تكلمنا عن الشغف، شغف ايه يا عم؟ بطل بقى، احنا عايزين حاجه تاكلنا عيش. ايوه ايوه، هات لي الفلوس هتيجي ازاي؟ بس يا نصاب الشغف، بس يا بياع ايوه التنميه البشريه، يا ايوه بياع الكوتشنج وتجار الكوتشنج، ماشي. وبالتالي خلاص، فكده هو لما عمل اللقطه دي هو كده ارتاح. خلاص خليني ارجع بقى تاني للوضعيه الكسوله، ان كده الولوله دي بتخليني احس ان انا كده ايه، انا مش صح. ايوه صح. بس طب نرجع بقى تاني، اللي انت ازاي هتخش وهتقول انا مختلف موجود في الفاليو اللي بقدمها وسط الناس، او إن اعمل ماركتنج للفاليو بتاعتي وسط الناس؟ ده السؤال اللي احنا كنا بنحاول نطرحه من شويه. خلينا نتفق ان دي بروسس and it's not an event. يعني صح. انا مش من اول ما هلونش انا كده خلاص اختلفت وبقيت مميز وديفرنشيتد. هي بروسس، انا لما ببدا عندي مثلا بطلع بموديل او بطرح جديد، هسمع الاودينس واشوف الجمهور بيقولوا ايه، هيدوني فيدباك، هطور اللي انا بقدمه، بعدين ارجع اقدمه تاني. في ناس هتعترض على حاجات او هيقترحوا حاجات، هرجع اطوره تاني، وهكذا مع الوقت. هبدا كل ما بسمع من الناس وبطور اللي عندي بيحصل ايه، تطوير للمحتوى بتاعي. فالبدايه طبعا ان انا محتاج ان انا اقرر، خلاص عرفت التخصص بتاعي صح، هبدا اشتغل على محتوى مختلف في التخصص بتاعي. عايز مسج، عايز اطلع بميشن، عايز اطلع برساله ممكن تفيد الناس في التخصص ده. انا قررت اتخصص في مجال البوزيتيف سايكولوجي، علم النفس الايجابي مثلا. طيب هتقول ايه في علم النفس الايجابي؟ يعني ايه اللي الجلسات بتاعتك هتفيد الناس في ايه؟ ايه التاثير اللي هتعمله في حياتهم؟ فوالله انا ممكن امسك الحته بتاعت المايندفولنس واساعد الناس انها تعيش اللحظه، وابدا اخد التوبيك بتاع المايندفولنس وفن عايش اللحظه، واقرر اقرا فيه كتير قوي، وبعد كده احول القرايات بتاعتي دي الى بوستات، الى فيديوهات، الى ويبينارز. ومع الوقت اطلع بموديل، اطلع بفكره فعايش اللحظه، يبقى البراند بتاعي احمد مجدي عيش اللحظه. ماشي. حلو. السيشنز حلو النظام بتاعتي ده. بتساعدك ان انت تعمل مايندفولنس في حياتك، ونتكلم بقى في مايندفول ايتنج، في مايندفول ستادي، في مايندفول ورك، في ورك لايف بالانس، وابدا افرع بقى واتخصص اكتر، ويبقى انا اتعرفت بالسلوجن او بالنيش او بالحته بتاعت live consciously، او انك تعيش اللحظه بوعي.
وده اصلا ده بحر لوحده، ده انا نفسي انترستد فيه. اللي عايز ده اقوله ايه، بص فيلم. ممكن اقولها كده بالشعبي، انت بتقول ماركتنج بالشعبي صح؟ ايوه بالشعبي انا عايز بالشعبي هو اتشعبط في واحد. توبيك، اتشعبط في توبيك احسه شبهي بيعبر عني، صح. هو ده كده اللي الناس هتفتكرني بيه. واخلي واسنتر كل بقى الاطروحات بتاعتي يعني البرودكتس بتاعتي والسيرفيسز بتاعتي حوالين التوبيك ده، حوالين الموضوع ده. ومن هنا ده بيعمل لي ديفرنشيشن. يعني مثلا كوتش لايف كوتش، يعني كلمه لايف كوتش طبعا ده بحر واسع قوي يا محمد. واحد قرر ياخد التوبيك بتاع الهابتس، العادات تحديدا، وقال لك انا هعمل براند بتاعي انا ذا هابتس كوتش. سواء انت عايز تو اوفركم باد هابتس، ماشي، او عايز تو انستول نيو هابتس ان يور لايف. كل البوستات بتاعته بتتكلم عن العادات، كل الفيديوهات بتاعته بتتكلم عن العادات. يوم ما بيلخص كتاب ويطلعه هيكون كتاب عن ايه؟ كتاب برضه عن العادات. ومع الوقت الراجل ده مش مجرد لايف كوتش، كلمه لايف كوتش اصلا كوموديتي. لا هو مش كوفي، لا هو عنده ستاربكس ولا كوستا نيد. ولا كاريبو، هو نوع. ايوه. وكنت عايز تقول حاجه؟ لا بالعكس، انا بس باخد منك ان هو عنده شريحه محدده وواضحه، وعارف هو الباشن بتاعه في انهي حته، وهي دي اللي بيتكلم عنها كونسيستنت لمده كبيره قوي. شكرا. وهو يا محمد تعب عشان يوصل للتوبيك ده. يعني هو قاعد يقرا كتير ويحضر كورسات كتير لحد ما في مره من المرات وهو بيحضر او بيقرا او بيسمع فيديو في التوبيك ده شده، لنك معاه. وفي الغالب على فكره اقول لك على حاجه، يعني في الغالب بيلمس تجربه شخصيه في حياته. دي صح. على فكره من اعلى درجات انك تتخصص في حاجه لمسه تجربه عندك انت، هتبقى اوثنتيك قوي، هتبقى طالعه من قلبك قوي. يعني انت خلاص انت هتتكلم في الحته بتاعت مثلا ورك لايف بالانس، تكون انت صاحب تجربه في الورك لايف بالانس ونجحت فيه، فيوم تتكلم عنه انت تتكلم عن تجربه وعشت الالم بتاعه، الم غيابه مثلا، فيوم ما تتكلم عنه. فحتى الستوري بتاعتك بقى، انت استاذنا في حته الستوري، وانك لازم اصلا مع الوقت تطلع ستوري خاصه بيك انت. فالستوري بتاعتك نابعه اصلا من القصه يعني، والنيش نابع من الستوري بتاعتك. فالبراند بيبقى كده يعني شايننج قوي واتراكتيف قوي ماجنتيك. فتلاقي حد مثلا مر بتجربه مؤلمه في احد العلاقات في حياته، فيقرر يتخصص في العلاقات ويساعد الناس هم يتجنبوا التجربه المؤلمه دي. فبتلاقيه اوثنتيك قوي اكتر من حد ممكن ما مر بتجربه. طبعا ده مش شرط، يعني مش بقول شرط انك لازم تتألم عشان تعلم الناس في حاجه، بس قصدي اقول يعني اختر، يعني بحب اقولها كده، يعني اختر تخصصا يشبهك، مم. توبيك يعبر عنك، شبهك، شبه تجربه فيك، شبه حاجه في شخصيتك. يعني شخص تلاقيه كده هو بطبعه هين ولين ودود وحبوب، فتلاقيه بيكلم الناس عن امباثي، بيكلم الناس عن التعاطف، بيكلم الناس عن السوشيال بيبقى باين جدا. اه. شخصيته كده. بس مش متخيلك تقعد تكلمنا عن الاسيرتيفنس سكيلز مثلا ومهارات الحزم مع الاخرين مثلا، لا مش شخصيتك، مش لاقي عليك التوبيك، عارف. بيبان. صح صح. بيبان. مثلا انت محمد ميجو دلوقتي والشعر كده الجميل والجينيوس ثينكينج ده والكرياتيفيتي بتاعتك والفايبس بتاعتك، لاقي عليك انك بتتكلم في الماركتنج والافكار الكرياتيف المجنونه الانوفيتيف، ماشي. فاختار حاجه فعلا بتعبر عنك وتشبهك، وانت كده هتتميز تلقائيا لما تختارها يعني. صح 100%. طب انا هاخد منك حاجه وهبلد عليها اكتر. يعني احنا خلاص اتفقنا ان انت عندك النيتش، اخترت الشريحه بتاعتك كويس، قلت انت عايز تبقى مختلف في ايه، لقيت الباشن بتاعك، حضرت نتوركينج ايفنتس، بقت تكونكت مع الكلاينتس شويه، الاول فور فري على السيركل بتاعتك الاولانيه. انا بس بحاول الخص الستاب واحنا بنتحرك مع بعض. تمام. بعد كده اخترت ان انت عايز تبقى سبيشاليزد في الحته دي، وقريت عنها جامد جدا، وبقيت اكسبرت في الحته دي، وجربت شويه حاجات بروبونو في الاول فور فري، وبقى عندك فيه شويه وورد اوف ماوث موجوده. دخلت بقى في عالم الفلوس، الكلاينتس اللي بيدفعوا فلوس، ازاي اكسب ثقتهم. الورق والفلوس بيغير في النفوس. ده حقيقي. اكسب ثقتهم ازاي وعلى اللونج تيرم، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه احدد سعر ازاي. الله، دخلت في الجد بقى. انت قلت اكسب ثقتهم ازاي، صح؟ صح. اسمح لي اقول لك بقى، قبل ما تكسب ثقتهم انت كسبت ثقه نفسك الاول ولا لا؟ كتير من الكوتشز بيلونش الحته بتاعت البرايسنج وهو ايده بتترعش، هو مش شايف انه يستحق ياخد فلوس على السيشن. ودي شفتها كتير قوي يا محمد. فلذلك هو داخل الماركت بايادي مرتعشه، هو داخل الماركت وحاسس ايه ده، انا بجد هيكون لي فيز على السيشن، انا مش حاسس السيشن بتاعتي بتضيف الفاليو الكافي. ده طبعا ده بقى سب كونشس كونفرزيشن.
مش حاسس ان السيشن بتاعتي دي بتضيف فاليو كبيره قوي انها تستحق انها تاخد مبلغ زي ده. فنظرا ان هو ما بيكونش عنده الاناف يعني كونفكشن بالقيمه والفاليو اللي بيقدمها، فالنتيجه بتكون ايه؟ ان لا ما ان هو بيكونش فيه بيحسها. الباي ان من الكلاينت، ما بيكونش عالي قوي. ايوه ما هو اصل الكلاينت عمره ما هيصدقك اكتر ما انت مصدق نفسك، سيمبلي يعني، صح سيمبلي. صح. فده يرجعني بقى الحته اللي كلمتك فيها في الاول، اللي هو يا جماعه ما تدخلش الماركت غير وانت مستحق، حاسس انك فعلا you deserve this number. في برضه معضله ثانيه داخليه كده برضه قبل ما اجاوب على سؤالك، هي متعلقه باجابه السؤال يعني. كتير من الكوتشز حاسس ان هو بيساعد الناس بالحته دي، فكره السيشنز دي، فمستحرم. يعني مستحرم اخد فلوس على السيشنز ان انا بجد بحل مشاكل الناس وبساعدهم ان هم يعني يتطوروا ويتحسنوا ويرتقوا في حياتهم. فدي رساله اتس ميشن اكتر منها يعني جوب. ايوه فبرضه عايز احل الاشكال ده ببساطه، ان يا جماعه لا يوجد اي تعارض بين ان انا اكون بعمل حاجه فاليبل مفيده انريتشنج للناس، وفي نفس الوقت باخد عليها فلوس. اصل بالمنطق ده الدكتور ما ينفعش ياخد فلوس، ان هو رسالته رساله ساميه جدا، انقاذ الارواح. ايوه والمدرس ما ينفعش ياخد صح فلوس لان هو طبعا بيعلم الاجيال. فهي صح. اي مهنه في الدنيا فيها ميشن. فاذا لازم تحل الاشكال ده، لا يو ديزيرف تو تيك ماني على الحاجه دي، ومفيش تعارض انك بتعمل حاجه وفي نيه اخرويه على فكره ربنا سبحانه وتعالى، وانا شغلي ده باخد عليه ثواب، والعمل عباده ونفع الناس، في نفس الوقت انا برضه باخد فلوس وانكم، وهذا من فضل الله يعني، في الاخر ده كله رزق ربنا سبحانه وتعالى. فده كده بس اول تو بارتس مهمين، انا مصدق نفسي ومؤمن ان انا بقدم قيمه وباخد نيه فيها لله، بالتالي كده انا من جوايا مصفي، انا من جوايا صراعاتي خلصانه ماشي. فالدخله بتاعتي صفيه، this is my session، ده الباكج بتاعي، ده السعر بتاعي، I believe in what I'm doing. خلاص في كده تثبت. ف هنا بقى ابدا فكره البرايسنج. طبعا لازم اشوف الماركت بتاعي بيعمل ايه، اسعار السيشنز. طبعا في تفاوت في الدول العربيه، وفي تفاوت كمان حتى في المرحله بتاعتي انا في الكارير. فطبعا في الاول اكيد الاسعار مش هتبقى زي ما يكون مثلا عندي خبره 3 سنين، غير لما حد عنده 5 سنين، غير لما اكون بقى عندي براند خلاص بقى عندي اسم. طبعا اكيد برضه فلازم احط الفاكتورز دي في اعتباري. الماركت برايس شكله ايه، متعارف عليه في الماركت، النيش بتاعي عموما بيتسعر ازاي، احط عقليه او المايند سيت بتاعت الباكجنج، وان انا مش لازم هقدم سيشنز فرديه. في اوقات كتير انا هقدم سيشنز يعني مجموعه او باقه سيشنز، 3 سيشنز مثلا او 4 سيشنز مع بعض باك توجذر، بالتالي ده هيكون له برايس مختلف، طبعا بيكون اقل من البرايس بتاع السيشنز الفرديه. مظبوط. وطبعا كالعاده زي ما اتفقنا اتس ا بروسس، انا هطرح الباكج ده، هسمع الماركت، لقيت الناس معترضه كتير، كل بيتكلم ان دي اسعار مش منطقيه وانا كده بعيد قوي عن الماركت، فهنا بضطر اعمل تاني ري ايفالويشن ري اسسمنت لحد ما اوصل كده للايه، للحظه الماتشنج اللي هو البرودكت ماركت فيت. ولقيت انا كده خلاص لنكت مع الماركت بشكل ما، اثبت بقى واكمل بقى وادوس على ده اكتر واعليه واكبره يعني. انا هاخد منك حته حلوه قلتها يا مجاميجو، معلش. انت قلت ايه اللي جوه ده بيبقى سالك وحلو وما عندوش مشكله. يا جماعه الموضوع ده اللي بيفكر في الماركتنج دايما مشكله كبيره. مشكله كبيره يعني، ان للاسف في بعض الناس بتبقى باصه في يعني مش مشكله انك تتعلم من الكوتش الكبير او من المنتور الكبير او من الماركتير الكبير وتشوف رول موديل بالنسبه لك وتمبروف يور سيلف عشان تبقى زيه او احسن، مفيش اي مشكله. ده 100 ده كومبتitiveness. بس هو مش هياخد رزقك 100 مليون في المية. والماركت مش صغنن قوي وضيق قوي لدرجه ان هي خلاص بقى ايه يعني كده. الكلام ده حتى ينطبق عليا انا وانا بتكلم في اليوتيوب، حتى وانا بتكلم في نيتش الماركتنج او الفارما ماركتنج او الاومني تشانل ماركتنج. في ملايين من الناس عايزه تتعلم والعلم موجود. الفكره ان احنا ازاي تقدر تعمل حاجه مختلفه ليها فاليو. بس انا عايز اسمع رايك في حاجه زي كده يا مجاميجو. انت بخبرتك الراجل او البنت اللي متخرجه النهارده ككوتشز من عندك وعايز يوصل يبقى زي فلان الفلاني كرول موديل، والموضوع ده مش مضايقه شويه ان هو مش عارف ياخد نفس الفرصه اللي كان هو واخده، مش كنوع من الحقد او الغل او المضايقه، بس الموضوع مضايقه نفسيا وبيتكلم معاك كمنتور ليه او ان انت اللي علمته الكوتشنج ككوتش اوف ذا كوتشز. فايه رايك في حاجه زي كده؟ اشكرك والله انك لمست الجزء ده بصراحه. ان خلينا بقى، بص انت هتجيلنا كده لقصه فلسفيه اعمق بقى، خد بالك. يعني احنا الويسترن كلتشر يا محمد في الثقافه بتاعت الماركتنج غير طبعا الاسلامك كلتشر. احنا محتاجين على فكره والله نتكلم ازاي يعني ايه تعريف البيزنس في المفهوم الاسلامي بالمقارنه بالمفهوم الغربي. المفهوم الغربي
انت عارف ان هو قد ايه تصادمي قوي في الحته دي، اللي هو عارف الشعارات اللي هي من نوعيه kill the competition cut throat competition، واوعى تدي فرصه للكومبيتيتور وطلعه بره الماركت. تحس كده في صراع عقليه عارف يعني. هم بيقعدوا يتكلموا على الاباندنس، بس اكشلي الكلام اللي بيتقال مش اباندنس خالص. الكلام اللي بيتقال ان الماركت فعلا هو حته يعني عارف يعني كريزه على كيكه، مش كيكه، هو حته كريزه صغنططه، وكلنا بنموت نفسنا على الكريزه الصغيره دي. بينما انا عندي في عقليتي انا بقى وفي قيمنا احنا وضع مختلف تماما. ولا انت ما تبصش لحد ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياه الدنيا. انا مش دعوه ميجو عمل ايه فلان عمل ايه، تعال بص عليه واتعلم منه وسقف وجيت انسبايرد بالموديل بتاعه، بس مش اللي هو اقعد ابص عليه لدرجه احس ان انا متاخر واقارن نفسي بيه. اول ما اخش في ليفل المقارنه انا هحبط اصلا وهقعد في مكاني مش هكمل. طب فكر بقى ان انا اقعد احارب الكمبيوتر، لا، واقعد اشوف بيعمل ايه وبياخد مني اطلاقا. انا ركز في السكه بتاعتي ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. فوكس. خلاص يعني ايه بحب اول مبدا بتاع الاحصنه في السباق لما بيركب ايوه البلايندر على باور عينه، فوكس. ماشي، عشان ما يقعدش يبص يمين وشمال. بجد انا ده شعاري دايما. يعني كتير قوي لما نكون بقى بنشتغل مع بعض ومع التيم، بص يا دكتور شوف الكمبيوتر ده عمل ايه، وبص ده نزله ايه، وده قلدونا في البرودكت ده وده. خلاص مش مشكله بجد. يعني عايز اقول لك انا يعني نقطه ضعف كبيره جدا عندي انا شخصيا فكره الكومبيتيشن اناليسيس والناس بتعمل ايه بره، وانا اعترف اني مقصر فيها. بس بامانه خلاص ما عدتش بشغل نفسي بيها بقدر ما بشغل نفسي اكتر انا ازاي باستمرار اكون كونسيستنتلي انا اجريسيفلي بطور نفسي وبطور الشغل بتاعي واشوف الماركت عايز ايه، وبشتغل كده مع الوقت. اي هاف ماي اون ماركت. خلاص انا مش قلقان اصلا ايه اللي بيحصل في الماركت، انا اصلا خلقت ماركت خاص بيا انا. المنافسه، التركيز مع المنافسه، وتلاقي في واحد قاعد طول اليوم يا محمد ما وروش غير ان هو عمال يبص على صفحات الناس اللي هم الكومبيتيتورز، ده بيعمل ايه وبص ده نزل وده بيتعاون دلوقتي ودي مع مش الشركه. انا مش شايفها مسلمين ومش مسلمين، دي للاسف كل ناس كتيره بتعمل كده، يعني للاسف مسلمين او غيرهم. يعني هي الفكره في النفس البشريه. طبعا انت بتتكلم ناحيه إن ديننا بيقول لنا ايه، لكن انا يس. بشوفها للاسف ناس كتيره بتبص لغيرها فعلا. فده انا قصدي استوردنا المفهوم ده من الكالتشر الغربيه شويه، ايوه ايوه اللي هي فاهم قصدي. مفهوم الكومبيتيشن الدمويه العنيفه، اللي هي بتعتمد على يعني عارف ان الكومبيتيتور ده عدو ليا. يعني فاهم عجبني قصدي. مصطلح قبل كده قريته في HBR، كوبيتيشن. كوبيتيشن يعني ما بين كوبريشن اند كومبيتيشن. الكومبيتيشن. فانا ممكن اكون منافس، انت منافس ليا، بس في نفس الوقت احنا ممكن نتعاون مع بعض، ممكن نعمل حاجه مع بعض. الكالتشر دي بصراحه انا بكلمك بصراحه، احنا بنتكلم اوبنلي، انا مش شايفها في الميدل ايست كتير من واقع تجارب عديده يعني. لا انت كومبيتيتور يبقى انت ما ينفعش نقعد مع بعض اصلا. يعني لو قعدت معايا انت هتاخد افكاري، انت هتفهم اسرار شغلي. لا انا شفتها، لا عادي عادي لا بتحصل. ده شفتها، ده ايه ما ايه دي الديفولت حضرتك، ده ايوه الديفولت. بالظبط. كتير كتير اه. فاليوم ما بلاقي حد بجد لا تعالى نقعد ونتكلم ونشير افكار ونتعاون مع بعض ونعمل حاجه، الله، هو ده، هو بالظبط ده. وانت ليك شغلك وانا ليا شغل، بس اكيد في حته مشتركه في النص، ممكن احنا في الاخر هدفنا نفيد الناس يعني ونعمل حاجه مفيده. بالظبط، انك تلاقي لقد حاجه. لمست يعني بينا عظيما انا يعني عارف انا عارف. هي بيج بين بوينت. لا ما هو فعلا الانسان للاسف لو بدأ يبص على اللي غيره هيفضل يتعب طول عمره. وده يا جماعه مش فلسفه ده، يعني هو ده طبعا هيخليك توصل لراحه نفسيه رقم واحد. بس في نفس الوقت ميجو قال على حاجه مهمه فروم بزنس بوينت اوف فيو، انا هخليك تفوكس. وحتى يعني الناس الاجانب الناجحين بيتكلموا في الباور اوف فوكس برضه، فكل الناس شايفينه بنفس الشكل دوت. الناس الناجحه لازم يبقى عندك باور اوف فوكس، عايز توصل لحاجه فوكس عليها جدا 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 هتعرف توصل. وما تركزش في الناس التانية امونيتور الكومبيتيشن، بس ما تغيرش وتحقد وتزعل وتتقهر. هتضيع جزء من الانرجي بتاعتك في حاجه ملهاش اي لازمه. فبالظبط زي ما انت قلت يا ميجو، موافق فيها مليون في الميه. واتس فيري بينفول بوينت. طيب تعالى بقى نرجع تاني كده ايه على، عرفنا النهارده في حد عايز يبدا يشتغل في الكوتشنج فيلد، اتعلم ازاي يختار النيتش بتاعه. قلت له انت يختار الباشن ويبقى عنده النولج، يبقى عنده شويه اكسبيرينس في السيركل بتاعته، بدا يكبرها، عمل نتوركينج ايفنت، دخل. انا واخد بقى ايه بسمرايز بس ايه كده كده اللي احنا كنا عمالين نحكيه في الساعه اللي فاتت. بعد كده بدا يديفلوب البراند بتاعه، حط له برايسنج استراتيجي، بقى عنده كونفيدنس فيها قوي قوي، بدا يبيلد التراست مع الكلاينتس بتوعه خطوه خطوه ويشتغل معاهم عشان يبقى فيه بوزيتيف وورد اوف ماوث واكسبيرينس كويسه في الحته دي. طيب جه بقى عايز يعني اشتغل مع اتنين تلاته، حصل الكلام دوت، الوورد اوف ماوث بقت حلوه، جه بعد 6 شهور مش عارف يكبر.
فعايز يكبر اكتر في البيزنس بس مش عارف يعمل ايه، يعني عمال يعمل في محتوى بتاع، بس عنده السوشيال ميديا لقى في حاجات تيك توك وفي انستجرام وفي حاجات كتيره جدا. وليد مروان، ازيك يا وليد؟ منورنا. اهلا آه يا وليد، ازيك؟ عامل ايه؟ وليد ده طبعا يعني من الكوتشز القدام قوي ما شاء الله، ويعني حد رائع وجميل وعظيم. ربنا يفتح عليك يا رب يا وليد، منورنا والله. ربنا يكرمك. وليد لؤلؤ نعرفه من 15 سنه من ايام من تاني سنه في هو انت الكليه. بتدلع كل الناس كده يا ميجو؟ يعني لولو وميجو، يعني انت ما بتناديش حد باسمه تقريبا، صح؟ هو ربنا بيجمعنا سبحان الله كلنا، يعني سمول كوميونتي سبحان الله. يعني انا ووليد كنا مع بعض في الكليه كمان. بس المهم نرجع بقى ايه للبوينت اللي كنا بنتكلم فيها. طيب، هتعمل ايه مع حد عنده تشالنج في البوينت دي عشان يقدر يتحرك، خصوصا ان هو عنده سوشيال ميديا بلاتفورمز كتيره، انستجرام، تويتر، فيسبوك، تيك توك. انت قلت في اول انترفيو ان مش لازم تفتح في كل حاجه في نفس الوقت، بس واحنا عايزين نختار سوشيال ميديا تشانلز، لان دي حته في الماركتنج شويه بالنسبه للكوتشز. عنده محتوى حلو قوي بس مش عارف يختار انهي تشانل منهم وايه الترند فيهم ويعمل ادفرتايزنج ولا لا. انا عندي طبعا انسرز، بس انا عايز اسمع منك لانك انت شغال الشغلانه معاهم. خليني اقول لك، يعني من الواقع طبعا انت استاذنا في الحته دي، وانا عارف في اجابات كتير طبعا من المنظور بتاعكم، يعني كماركتير وديجيتال وكده. لكن انا ماي اون يعني اكسبيرينس في الحته دي، واللي بنصح بيك يعني ناس، بلاش تفتح على نفسك فتوحه في الاول، وانك تدخل كل البلاتفورمز مره واحده، وتلاقي نفسك غصب عنك مطلوب منك تكريت كونتنت لكل البلاتفورمز. طبعا انت فاهم كل بلاتفورم ليه الاستراتيجي بتاعته وليه الفايب بتاعته. فالفيديو بتاع انستجرام غير لما انزل فيديو على الفيسبوك، ده ليه يعني ده ليه سبيريت وده ليه سبيريت تانية خالص، الكونتكست مختلف. فلما هدخل في الكالكوليشنز دي هيجي لي اوفر ويلم. خد بالك يا كوتش، يعني الناس داخله اصلا عمره ما عمل ديجيتال ماركتنج كامبين في حياته. فالاوفر ويلم الكتير، الاقي فجاه كده مطلوب مني 700 حاجه، بيجي لي باراليسيس. صح. فانا بقول خدها تاتا تاتا، يعني ابدا فيسبوك مثلا، او انت شوف انت جمهورك. السؤال بس الديفايننج فاكتور العملاء بتوعك فيه، اغلبهم انستجرام، اغلبهم سناب شات، اغلبهم فيسبوك، تيك توك. شوف ايه البلاتفورم ده، ابدا بيه. خلاص، اعمل ليزر فوكس عليه، كل الكونتنت بتاعك هناك، كل التواجد بتاعك هناك، لحد ما تلاقي نفسك كده خلاص عملت ماتيوريتي كويسه هناك ككونتنت وكاودينس وكانجيجمنت. خلصنا ده، خش على ايه الباترن اللي بعدها. انا هو شخصيا بس فاكر هنا بدات. ايه، اتفضل. هو ميجو اتكلم من شويه على موضوع اختيار العميل، عشان بس ما حدش يكون بيتوه معانا. تعرف منين القناه دي مناسبه للعميل؟ احنا قلنا اول حاجه انت عارف الباشن بتاعك، دخلت في السبيشالتي بتاعتك بعد ما قعدت تجرب هو الاخره. بعد كده تشوفهم موجودين على انهي شانل، وفي statistics كتيره قوي اونلاين بتقول لك الايدج جروب اللي انت عايزه من كذا لكذا في السبيشالتي دي اكتر حاجه موجودين عليهم قد ايه، وبينتراكتوا ازاي، البيهيفير بتاعهم شكله ازاي. كمل يا ميجو. اوكي، خلصت مثلا فيسبوك او خلصت البلاتفورم الاولاني، اخش على التاني، برضو اقعد فيه شويه، اقرا شويه، اذاكره شويه. انا كنت فاكر دايما على طول الوقت قاعد على جوجل في البدايات how to start your attractive branding campaign on Instagram، وبص الاقي كده ايه، ثلاث اربع مقالات موجودين اللي هم ايوه. التوب يعني على جوجل، واقعد اقراهم. دلوقتي طبعا شات جي بي تي فرق معانا، والاي اي. بالمناسبه عايزه يعني اريكومند ده قوي قوي لكل الكوتشز اللي عايز يعمل اي حاجه في اي حاجه. اوبا. ادخل اسال اي اي شات جي بي تي. طبعا بقى انت المعلم الكبير، وانت اوبا. يعني لا اتفضل يا استاذنا. كبير. والله لسه عايز اقول لك، احنا في ليجاسي كنا عاملين قريب زي كده كوربريت براندنج كامبين، وعاملين تصوير كده للتيم بتاعنا. ايوه. فانا ما عنديش اي فكره خالص ازاي يتعمل كوربريت براندنج كامبين كده، وبراندنج للتيم بتاع الشركه بيتم ازاي. دخلت على اي اي شات جي بي تي وسالته هاو تو دو كوربريت، اداني حوالي يعني كارثه. 25 فكره، ايوه. وافكار عميقه يا محمد. يعني يعني افكار واحد جورو بيتكلم معاك، مش افكار سطحيه يعني. فانا ككوتش دلوقتي، how can I launch my business as a coach, how can I brand myself on Instagram, how to attract more followers on Instagram. لو سالت اي سؤال هيجي لي اجابات عميقه جدا يعني. فما عندناش مشكله في النولج يا محمد، على فكره يعني النولج موجوده في كل مكان، بس الواحد يكون ديديكيتد. كل ما في الامر، بس ساعات الناس بيجي لها اوفر ويلم من كتر الانطلاقه، بتبقى شويه مشتته. فناخد كده بلاتفورم باي يعني. انا عايز اقول لك، انا الى الان ما دخلتش تيك توك مثلا، رغم ان الكل بيتكلم انه ترند، وهتلاقي عليه ناس كتير ومش عارف ايه، والمقاطع الصغيره بتنتشر. بس اكوردنج للستادي اللي احنا عاملينها في الماركت، انا مش شايف ان ده هلاقي عليه الاودينس بتوعي قوي.
ماشي، ممكن اكون غلطان، بس يعني ده لا يمنع ان انا مركز في البلاتفورمز الاساسيه. فانا ما بحبش امشي مع الترند اللي هو يعني، لا انت لازم تكون مواكب، فتلاقي نفسك غصب عنك بتنهج. ايوه جه فتره فتحت كلاب هاوس، يلا روح واعمل فاكر. هناك ايوه كونفرزيشنز. فاكر شويه اتهرينا. قلت لا انا مش عايز، لا مش ايوه لازم. مش لازم اي حاجه تفتح يا جماعه تكون موجود فيها، يعني هو مش قران يعني، هو لا انت لازم خليك واحده واحده، شوف انت جمهورك فين، ركز معاهم. وانا شفت نماذج كتير قوي محمد ناجحين ما عندهمش غير يوتيوب شانل بس، وعامل منها سكسس، وعامل منها انكم، وعامل منها تراك كارير كامل فقط يوتيوب. في حد فوكس. تاني فقط فيسبوك. بس انا هاخد منك معلش، يعني دلوقتي انت جربت التاتا تاتا، انا عاجبني فكره التاتا تاتا وانا شايفها صح، لان حتى في الماركتنج رولز يا جماعه ما حدش بيعمل كامبين ويروح كل حته. انت لو معاك بقى تريليونز بادجت روح اعمل الكلام ده، لكن طبعا لو معاك بادجت معقوله زي اغلب الناس هتبدا خطوه بخطوه وتجرب. بس بعد ما تجرب الشانل التانيه وتفتحها، المفروض بتجرب صح وتشوف الامباكت ايه وتقيس. طب بتقيس بقى ازاي؟ لان الحاجات دي يعني اكيد انت بتسمع برضه شكاوي، انا لقيت في لايكات وحاجات بس ما بتترجمش لفلوس. ايه المشاكل اللي انت شفتها في حاجه زي كده، ونصيحتك ايه للناس فيها؟ حلو. طبعا هقيس ازاي؟ حسب بقى انت استاذنا يعني، حسب الكي بي ايز اللي انا اوريدي حاططها اصلا وانا ببدا الكامبين. صح فانا حسب في الهدف. اوقات انا عامل كامبين في اول 3 شهور مثلا، اويرنس كامبين عن احمد مجدي. انا هدفي ايه او ايه المقياس بتاعي؟ الانجيجمنت. هنزل يعني جاست فري كونتنت لمده 3 شهور، بعمل اويرنس للناس عن يعني ايه مثلا ورك لايف بالانس. فانا عايز ابوزيشن نفسي از ا ورك لايف بالانس كوتش. التارجت بتوعي الناس الكوربريت، كل الناس اللي شغالين كوربريت، وبرضه الوركينج مامز. خلاص دول الشريحتين بتوعي. 3 شهور عايز اشوف لايكات اكتر، شيرز اكتر، كومنتس اكتر. فعلى مدار ال3 شهور جيت في الاخر بقيم، لقيت الحمد لله احنا كنا بادئين في كومنتين ثلاثه، اخر 3 شهور بقوا 100 كومنت او بقوا 50 كومنت. شيرز نفس الكلام زادت. فاذا كده احنا ماشيين صح. طيب يلا بقى نلونش الكامبين بقى اللي هي بقى الايه البرودكت بتاعنا بقى. فهبدا اعلن عن السيشنز بتاعتي بعد ال3 شهور دول. وعندي باكج اربع سيشن بيساعدك ان انت تعمل ورك لايف بالانس في حياتك. بوك ناو. عارف انت خلاص بقى يعني، انا عايز بقى هي الكول تو اكشن كول تو بقى. اكشن، كول تو اكشن كلير مظبوط. فهنا الكي بي اي بتاعي كم واحد اشترك ريجستريشنز. ايوه طيب في عندي يعني حل او يعني نتيجه من اتنين. يا اما الحمد لله بقى في ريجستريشنز والناس بدات تسجل معايا، او لا قدر الله ما حصلش ريجستريشنز كتير. نسال السؤال بقى ايه مهم؟ ليه ما حصلش ريجستريشنز؟ ليه الناس كانت بتريزيست؟ في بقى عندي احتمالات كتير جدا بقى. هنخش بقى ماركتنج شويه بقى. ممكن الكامبين اللي معموله للاسف مش عامله كواليفيكيشن صح للليدز، وبالتالي احنا بنتارجت ان كواليفايد ليدز. بالتالي انا عمال اوصل للجمهور الغلط. بالتالي محتاج بقى اتكلم مع الماركتير او الديجيتال ماركتير اللي ماسك لي البيج، واتكلم معاه ان انت محتاج تشتغل على الانترستس اللي انت عاملها في الكامبين، عشان نتاكد ان احنا بنوصل للكلاينتس اللي احنا محددين الكاتيجوري بتاعتهم. ما يكونش انا بتارجت كوربريت بروفيشنالز في الثلاثينات وانت عامل لي الكامبين لحد 65. فانت كده عمال تعمل دايلوشن بعيد للماركت. خالص. ما بالظبط صح. هو عاملها لي على التينز، عاملها لي من سن 15 ل 25. ورك لايف بالانس يا ابني، هو حياته اصلا في البلاله مبسوط جدا في ده. صح، في سيجمنت دي غلط مش اولويه خالص الورك لايف بالانس، هو عايز يستمتع بالحياه دلوقتي مش وقته. فهقعد اكمل بقى في ده. خلاص. واقعد انفستيجيت هو ليه محدش سجل. طب محدش سجل في سبب تاني، انا بكلمك بقى اسباب واقعيه بجد شفتها ايوه في واقع شغلنا يعني. ايوه البرايسنج ما كانش منطقي، انت ما تعبتش في ان انت تفهم في الماركت البرايس شكله ايه. فالبرايسنج قال لك والله السيشن المفروض سعرها 1000 مثلا، ايا كان الكرنسي ما اعرفش بقى. فانت جيت قمت عامل 2000. فانت كده بتتكلم بلغه بعيده قوي. طيب احد ابرز الاسباب بقى محمد، بس وحط تحت دي بقى 100 خط، او اعمل ايكو للصوت بتاعي يعني وانا بقول الجمله اللي جايه دي، عشان ايه دي اهم حاجه في الموضوع. اهو. واحد ايوه اثنين اعمل لي كده ثلاثة. ايه الوانات ايوه. الشخص ده الكوتش ده بدا 3 شهور قبل دول، قبل ما يعلن عن السيشنز بتاعته، كان 3 شهور بيعمل ايه؟ فري كونتنت صح؟ اويرنس كامبينز. ايوه بيجرب في الاول وبيعمل على السيركل بتاعته وبيكسباند وبيشوف. وبيوعي الناس باسمه وبيوعي الناس بالمحتوى بتاعه. الخطا الشائع بقى ان الناس بتسكيب ستيب نمبر 1 دي، ما بيعملش اي كونتنت. يعني اول بوست نزل على الصفحه بوك سيشنز ناو، ويصرف فلوس ويحط بادجت ضخمه جدا. انت ما جاوبتش على الاسئله البيزك بتاعت اي كلاينت. هو انت مين اولا؟
ايه المحتوى اللي انت بتقدمه؟ ليه اسمع بس لك؟ مش عارفاك. مش عارفينك ولا عارفين انت الكواليتي بتاعتك ايه. اصلا انا هقيس الكواليتي بتاعت محمد مجدي من ايه؟ من جوده المحتوى اللي بيقدمه الاول. فيقوم اخد عنده مثلا ماركتنج كونسلتيشن، اشوف هو بيتكلم ازاي في الماركتنج. فانا ما شفتكش بتتكلم ازاي في الورك لايف بالانس، ما اعرفش انت ايه بوستاتك، شكلها ايه، لونك ايه، طريقتك ايه. هل انت يعني ملنك معايا؟ على فكره احنا عندنا مصطلح يا محمد في الكوتشنج اسمه كوتشي فيت. يعني انا دلوقتي عندي 3 كوتشز ورك لايف بالانس، احد المعايير اللي هختار بناء عليها مين اللي ملنك مع شخصيتي. صح. لا صح 100%. اه بالظبط. اصل احنا المجال بتاعنا هيومانيستيك قوي، يعني مجال انساني بحت. فانا والله بص بتابع احمد مجدي ده وكل حاجه، بس بص سبحان الله يعني مش 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 ملنك بلعب. معايا. مش بلعه. مش أيوة. مش مش لوني او مش طريقتي. لكن أيوة. فلان التاني بحسه شبهي اكتر، بحسه بيلمسني اكتر. خلاص سبحان الله. يعني بيرسونال بريفرنسز ده شيء لا يعيبك. فلذلك انا عشان اقدر اقرر انت شبهي او انت هتلنك معايا ولا لا، لازم اشوفك وانت بتتكلم، واشوف كتاباتك، واشوف المحتوى بتاعك. فالخطا الشائع الناس ما بتتعبش في الكونتنت كريشن، وبيعمل فيري بريماتيور لونش، مستعجل على الانكم، مستعجل على البروفيتس. يلا يا جماعه بوك ماي سيشنز، فتفوت 3 شهور 6 شهور عمال يصرف بادجت، مفيش اي مردود. وبيجي له احباط كبير قوي، فيقرر ان ده كان تضييع وقت وان هو مش عايز يكمل فيه وبيقف. ويقف. في الحاجه عارف بسميه ايه بقى؟ بسميه كوتش مع وقف التنفيذ. اه والله. تلاقي بقى عارف طبعا يا اخر جماعه احنا مش بوست على احنا الصفحه بتاعته. مش بنتريق على حد، الكلام ده بيحصل لاي حد الكلام ده، بس احنا النهارده بص والله عايزين انا بوصف نساعدك. تجربه والله عشان انا عايز اساعد الكل، والناس بجد ما بالظبط. تقعدش في ده. فارجوك كمل. فبتلاقي بقى اخر بوست على الصفحه مثلا من سنتين 3 ان هو بس محبط لان هو بس جرب غلط. فانا اللي بقوله مش معنى ان في حاجه الى الان، والله انا بتكلم عن نفسي يا محمد، ايوه. الى الان ما زلت برتكب اخطاء في الشغل ميتو. وبتعلم منها. اتس ليرنينج بروسس، عمرها ما هتنتهي ابدا. فالواحد ما يحبطش ويحط لنفسه كده مساحه تجربه، ما يسميهاش فشل، هي مساحه تجربه. وديفنتلي المساحه دي هتعلمني وتكبرني مع الوقت وتخليني اوير. واي تجربه عدت ما حققتش النتائج المطلوبه، اتس ا ليرنينج ليسون. انت قلت على حاجات حلوه قوي في الاستراتيجي بتاع المحتوى والكوميونيكيشنز بتاعه، بس ادينا شويه ايه يعني انت قلت حاجه حلوه قوي على شات جي بي تي، وعايزين نتكلم عنها شويه، وعايزين نتكلم كمان على التكنيكال اسبيكتس وانت بتعمل فيديو او بتعمل كونتنت. لان في حاجات صغيره قوي بالنسبه للكوتشز، بس لما بيعملها الامباكت بيبقى عالي قوي. فقول لنا كده يا مجاميجو ايه خبرتك في الموضوع ده؟ قبل ما اتكلم عن التكنيكاليتي بتاعت الدليفري ميثودز بتاعت المحتوى، السؤال الاهم هو انا اجيب محتوى منين؟ انا لسه مبتدئ. الاستراتيجي. يعني مظبوط. انا دماغي لسه ما وصلتش لدرجه الاكسبرتيز انها تديفلوب سمثينج وتقول حاجه. فانا محتاج اول حاجه انا هجيب المحتوى منين. فانا عندي شعار كده بقول ايه 3 بلس 1. 3 بلس 1 ماشي. رقم 1 اقرا اهم 10 كتب في المجال بتاعك، النيش بتاعك اللي قررت تتخصص فيه. ناخد الاكزامبل بتاع الورك لايف بالانس ماشي. اهم 10 كتب اتكتبوا في العالم في الورك لايف بالانس لازم تكون مخلصهم وقاريهم وملخصهم. ماشي دان كده. ده كده صح. هينور لك كميه يعني افكار محتوى، وهتحس ان انت اصلا بعد الكتاب الثالث انت بقيت اكسبرت اصلا. يعني هيجي لك كده أيوة. سنس، الايجو هياخدك. انا انا مستعد اقول يا جماعه يا انا جماعه مش هرغي. ده بالانس الكوكب كله اصلا خلاص. توب 10 بوكس انت قريتهم خلاص. طيب رقم 2 توب 10 جورز، توب 10 اكسبرتس في العالم لازم تكون انت متابعهم ومغرق النيوز فيد بتاعك بيهم. فانا عرفت ال10 دول اهم 10 يعني خبراء في العالم بيتكلموا على الورك لايف بالانس. كل صفحاتهم على الفيسبوك انا متابعها، كل صفحاتهم على اليوتيوب انا متابعها، انستجرام ذا سيم، اي سوشيال ميديا شانل ذا سيم. فانا يوميا كده طول ما انا ماشي مستني حاجه، منتظر حاجه. انا دماغي بقت يعني عارف تعملها برين ووش بالتوبيك. مع الوقت اصلا ما بتفكرش غير في التوبيك. فاهم؟ هكذا يصنع الخبراء بقى يا محمد. انت خلاص بتدخل نفسك في المود ده. انا بدخل نفسي في المود ده ماشي. وبعد كده اخر حاجه في الثلاثه اللي هو توب 10 كونفرنسز او توب 10 سيمينارز او توب 10 نتوركينج ايفنتس. كوميونيتيز. اي كوميونتي، اي جمعيه، اي هيئه، اي بورد، اي مؤتمر، اي كلاب، اي تجمع بيتكلم عن التوبيك ده هتلاقي كتير. روح انضم ليه، خليك ممبر فيه. حتى لو جروب فيسبوك انضم ليه. هتبص تلاقي بقى في كونفرزيشنز وخبرات بتتكلم هناك وناس عندهم تجارب. مع الوقت انت سيب نفسك بقى كده 3 شهور 6 شهور في الحاله دي،
واتفرج بقى، اتفرج على نفسك تبقى عامل ازاي. انت على فكره انت مش للكوتشنج اللي انت بتقوله ده حاجه جامده جدا، ده لاي حد عايز اي يبقى حد. اكسبرت في حاجه يعني. ولو زود عليها، انت قلتها من الاول انه يعمل حاجات فور فري في الاول عشان يحاول يطبق، بس لو هو لسه ما طبقش الموضوع ده شكرا. يبقى انت. بلس 1 بقى، لو قلت 3 بلس 1 الثلاث حاجات دول ماشي. بلس 1، ال1 دي بقى حاجتين. ال1 دي ابلاي ان يور لايف، لازم تطبق في حياتك. ايوه طبق الافكار دي في حياتك برضه عشان تبقى انت رول موديل. ايوه وفرق كبير قوي يا محمد لما نسمع محمد مجدي بيكلمنا عن الماركتنج وهو بيطبق اللي بيقوله، ولا محمد بس بيقول معلومات هو عارفها. شتان. شتان في الاوثنتسيتي، شتان في صدق الرساله بتاعتك، لما احسك انك فعلا عايش اللي انت بتقوله. عارف ليس براون الموتيفيشنال سبيكر؟ كان عنده مقوله كده خدتها شعار والله بعد كده في شغلي. بيقول ايه؟ I cannot lecture، لا بيقول I only lecture what I live. I only lecture what I live. انا بس بشرح اللي انا عايشه، مش هعرف اعلم ناس حاجه انا لسه ما ما عرفتش اعيشها، جربتهاش. ما جربتهاش. بالظبط كده. فبلس 1 apply to your life بلس talk about it بقى. ابدا بقى انتشر، ابدا بقى قول للناس الحاجات اللي انت طبقتها في حياتك وتعلمتها من الخبراء دول ومن الكتب دي ومن المؤتمرات دي ومن الانديه دي، وابدا شاركها معاك. ساعتها عارف يا محمد الكونتنت كريشن بروسيس هتبقى ناتشرال. مش هحس كده ان انا عمال يعني بجهد عقلي عشان اطلع حاجه. مش هتبقى تعبان، مش هتبقى محتاج انك عايز تتكلم النهارده يعني في الحته دي، ومش ملاقي نيو كونتنت ومش عارف تعمل ايه. انت عمال تقرا، عمال تديفلوب نفسك، تحضر نتوركينج ايفنت، فعمال يجي لك فيدز فلو من غير ما انت تبقى جواك في خناقه جوه الله عليك. قلبك، متضايق، حاسس انك مش مرتاح في الموضوع ده. هو لا، مية محمد بص، مية. هي الكوبايه بص انا مليتها خلاص. الكوبايه لحد ما تتملي هي غصب عنك خلاص هتبدا بقى تفيض، هتبدا بقى خلاص تغرق اللي حواليك. بس صح. فهو ده. نرجع تاني. طب خلاص انا كده بقى عندي افكار كتير قوي، هعمل ايه بقى؟ الكونتنت قسم بقى اشكال الكونتنت او الكونتنت تايبس اللي انت ناوي تقولها ايه. بص بقى هنا بتقابلنا شويه تشالنجز. هي بس اول حاجه اعمل كده يعني طرح سريع لابرز اشكال الكونتنت الموجوده في الماركت. رقم واحد في عندي بلوجز اللي هي البوست، ماشي، البوستات الطويله. رقم اثنين عندي الفيديوز طبعا. رقم ثلاثه عندي بقى ليفل اعلى شويه ورك شوبس، ورش عمل، او ممكن نقول ويبينارز اللي هي المحاضرات المجانيه الاونلاين. ماشي. ايه كمان؟ ممكن البوستات الصغيره اللي هي بتبقى زي كوتس او سطر او سطرين، بتبقى كده فيها تيبس او تريكس، دي بتبقى اقل شويه من البلوجز، برضه حاجات مكتوبه. فبيجي لي دايما سؤال في الحته دي يا محمد بقى، هو انا اكتب انهي كونتنت تايب يعني، او يعني قصدي اعمل كل الستايل دي ولا اختار حاجه واحده اركز عليها؟ انا بعد اذنك عايز اخد اجابتك انت الاول، يعني كاكسبرت بقى انت يعني ايه، وبعدين هقول انا التجربه بتاعتي. لا، وانا شايف ان انت محتاج تجرب، بس الاول باور اوف فوكس يعني. يعني لكل واحد عليه سيجمنتس مختلف. انت اجين انت قلتها من شويه، هتشتغل ويبينارز واكتيفيتيز، اوكي تمام. هتعمل بلوجينج، انا جربت الحاجات دي كلها، جربت اعمل بلوجينج وعندي اليوتيوب شانل وعندي الفيسبوك والانستجرام، بس عارف ايه؟ ان ذا بيجست تشانل عندي تو كوميونيكيت على الماركتنج بتاعي هو اليوتيوب. الباقي لو ما عملتوش مش هزعل، بس هو ده الاساسي بالنسبه لي. لو ما عملتش الكونتنت كويس بجود ديسكريبشنز، بكونتنت مجهود فيه حلو وعامل حاجه جود كواليتي، مش بروح للباقيه. لكن لو عملت كله ات وانس هتعب واوفر، وكان بيجي لي وقت من الاوقات بيحصل كده فعلا، وكنت مش قادر اني اطلع نفس الانرجي بتاعتي فيها. ولقيت ان الحل ان اخدها وتستت. وكل الماركتنج رولز بتقول لك لو انت عايز تعمل تشانلز اعمل اثنين او ثلاثه، ما تعملش كله في نفس الوقت. دي رقم واحد. رقم اثنين، بتعمل حاجه اسمها اي تو بي تيستنج، بتعمل حاجه وتجرب وتشوف الامباكت. يعني انا مثلا ازاي انا عندي وصلت في حوالي شهرين وشويه 7500 سبسكرايبر الحمد لله على اليوتيوب. كنت بعمل كامبينز واجرب اشوف الامباكت ايه، اجرب مره الفيسبوك واجرب اليوتيوب واجرب جوجل ادفرتايزنج، واشتغل اعمل كونتنت كو كرييشنز كويس موجود عليها بافورت كويسه، والكونتنت يكون فاليبل. بقيت احط كويشنيرز واسال الناس هو شعبي ولا مش شعبي. عرفت ان في بعض الناس فاهمه الشعبي غير اللي انا فاهمه. انا عايز اتكلم مع الناس بشكل مبسط، لكن في ناس عايزاها بالعربي تماما. فبقيت اتلخبط. طب انا هغير الاستراتيجي ده، كان ده لسه طازه، هغير الاستراتيجي بتاعتي 100% ولا لا؟ انا بكلمكم على حاجه يعني حيه بتحصل معايا ككونتنت كريشن يعني. فهغير الاستراتيجي بتاعتي وهتكلم 100% عربي، ولا انا هعمل ميكسات بس هبسط الانجليش شويه؟ فحطيت قبل ما كنت هاخد القرار خلاص وهنط من المركب في الموضوع ده من يومين ثلاثه، قلت طب اسال الناس بتوعي. عندي الحمد لله 7000 وشويه سبسكرايبرز موجودين وانجيجد، اسالهم.
فسالت على اليوتيوب السؤال دوت، فلقيت ان حوالي 80-90% من الناس بتقول لي لا احنا عايزينه على فكره ميكس، ما نغيرش ما تروحش للفول العربي. قلت ايه، طب الحمد لله اوكي، وانا هكمل بنفس الشكل، بس على قد ما اقدر احاول ابسط الموضوع ده. فده رايي فيها المتواضع، ان قبل ما تروح لكل الشانلز تيست واعمل A to B، يعني جرب هنا وشوف الريزلتس، وجرب هنا وشوف الريزلتس، بس مش تجرب في شورت تيرم. هتمسك تشانل ويبينارز اقعد عليها الفتره، ومش لازم تعمل كل يوم ويبينار. برضو من الحاجات الكويسه لو هتركز على 2 او 3 شانلز بالذات الويبينارز، خلي مثلا حاجه ثبتها في نفس اليوم في نفس الميعاد. يعني ليتس سي انت تعمل كل يوم خميس ويبينار، مش قادر تبريبير ليها كل خميسين مره في الشهر، وثبت على كده. ممكن انت بتجرب بقى مثلا بدل الخميس الصبح لا الخميس بالليل، بدل الخميس مره هتعملها الجمعه، بدل الجمعه هتعمل السبت بيزد على الترافيك، وبتشوف الميجرز والكي بي ايز اللي خارجه من كل واحده منها، وبتشوف الفيدباك شكلها ازاي. روعه. شكرا كده يا محمد، والله انت خلاص انا مش هعرف اقول حاجه كده، لا يفتى وميكو في لا المدينه. ازاي يعني. بص مش هضيف حاجه على اللي انت قلته فعلا كالعاده، ستيب باي ستيب. وبقول هضيف على حاجه على اللي انت قلته، يعني اختار التايب اوف كونتنت برضه اللي انت بتحبه. في ناس يقول انا بحب الفيديوهات ما بعرفش اكتب. صح صح، انا خلاص جو لسه كنت فيديو، اقولها صح. عبر عن نفسك وصور فيديوهات. حد العكس يقول انا بتكسب بالفيديوهات بصراحه، ومش ما اتعودتش وما بكونش اوثنتيك وما بكونش على طبيعتي، فانا بكتب كويس. طب اكتب. طب انا لا بعرف كتابه ولا بعرف فيديو، بس ممكن ادي ورك شوب صغنطوطه او ويبينار صغيره، ماشي. او بودكاست. بودكاست، خلي حد يعني يتكلم معاك يسالك وانت تجيب. طب اقول لك حاجه انا اكتشفت ده يا محمد، يعني انا لقيت بطلع كونتنت اقوى اوثنتيك اكتر لما حد بيسالني. فبقيت ايه اكتر قوي فكره ان انا اكون طالع مع حد، ما اطلعش لوحدي. التجربه فعلا هتعلمك كتير قوي. فنرجع تاني لنظريه انك بلاش تحسم امورك بسرعه، تكون عايز توصل لاستنتاجات سريعه. انت هتقعد طول حياتك تستنتج، طول حياتك توصل لاجابات، وطول حياتك بتدور. ف enjoy the journey، وابداها واحده واحده. خلاص كتبت اكتبه مره واحده بقى. بمعنى ايه؟ بلاش كل يوم اصحى هكتب البوست اليومي. هتيجي في مره هيبقى عندك ظروف مش هتعرف تكتب البوست، هيجي لك احباط. ايوه. اقعد كده اقفل على نفسك اسبوعين، جهز الكامبين لمده 3 شهور. انا بعمل ده. مثلا اقول لك على حاجه، اقعد اكتب 100 تويته. واو. 100 تويته ممكن اقعد فيهم 3 ايام. انا بحب اطلع كوتس كده واطلع سطور صغيره ايوه كده. عارفك رايق انا. واكتب اكتب اكتب. خلاص ظبطنا، رجعنا لغويا، رجعنا املائيا، تمام. انا كده عندي 100 تويته كل يوم، واحده هتنزل لمده 100 يوم. دان تويتر دان كده خلاص. طيب فيديوز، اروح على الاستوديو او حتى بالموبايل. جيت مره والله قعدت في يومين صورت لك حوالي 90 ريل. ما ريل يعني شاء 1 الله. مينت. وقعدت الف بقى كده، هنا في الجنينه دي شويه، وهنا شويه على البحر ده، وهنا شويه في الشارع ده، وعادي كده بالموبايل عادي جدا بالسيلف لا ستيك. صح، انت بتعمل استراتيجي بلاننج للحاجات دي لو انت حياتك فيها حاجات تانية مشغوله، صح. شكرا. لكن زمان بقى كنت بعمل ايه اللي بيخليني استاك يا محمد؟ تجربه. كل يوم عايز انزل اصور فيديو. لقيت في يوم كان عندي ظروف في البيت ما عرفتش انزل اصور، وطبعا تصويري وعايز برضو البس وانزل وبتاع، ما ظبطش. فتبص تلاقي بقى الاستراتيجي على السوشيال ميديا انكونسيستنت. يوم مم. ينزل ريل 10 ما بينزلش. فاضغط نفسك، خلص في كم كبير من الكونت تكون مجهزه بيزد بقى على المحتوى العظيم اللي انت جمعته بقالك فتره ده. شوت، اكتب كله، واقعد 3 شهور اتفرج بقى. هتنشغل في 3 شهور الجايين دول بايه بقى؟ يو ار اوبزرفنج، وبتشوف ردود فعل الناس، وتشوف الانجيجمنت وتمبروف. شكله ايه، والمحتوى بتعمل ايفالويشن بقى. فانت فاضي لمرحله الاسسمنت، مش ان انت مشغول بالكرييشن ومشغول بالاسسمنت ومشغول بالباكجز ومشغول بالكلاينتس. فقسمها كده. بحب عقليه، عارف انت عقليه المعسكر. اقعد ازنق نفسك. فاكر ايام ايوه. الامتحانات زمان؟ هم 3 ايام بتذاكر. ايوه لا بس انا عايز اوضح حاجه برضو، لان انت ما شاء الله عندك حاجات تانية كمان في نفس البيزنس بتاعك بتعملها، يعني في تريننج وفي وركينج مع كلاينتس، فعندك حاجات بيزي اجنده، فانت دي بتستخدمها كسوشيال ميديا تولز. انا مثلا انا ريفلكت شويه عندي عشان عارف ان في بعض الناس ممكن تكون بيشتغلوا كوتشنج ككوتشز وهم شغالين في شركات مثلا، وبيعملها فور فري او ببيد سيرفيسز. انا جالي وقت من الاوقات عملت فيديوهات من شهرين 3، كنت عامل باكج زيك كده اهوت وبتاع، بعدين جات لي بقى ايه وقت انا عايز انزل فيديوهات، لسه ما خلصتش القديمه لان عمال اعمل اديتنج، والموضوع واخد شويه وقت، فلسه ما عملتش فول طبعا مونتايزيشن، كان حد يساعدني فيها. فلقيت نفسي خرجت خالص من الفكره، خليت الفيديوهات موجوده ال1 تو 1، وجات لي فكره خالص ان انترفيو حاجه تانية. فشوف حاجه كنت عايز اعملها ككامب زي ما انت عملتها،
بعدين جات لي نيجاتيف اكسبيرينس ضايقتني، فطلعت لي فكره تانية خالص حلوه جدا احلى من الاولانيه، ان اقعد اخد اكسبيرينس الناس اللي شغاله الشغلانه دي في الاندستري بتاعتهم ونساعد بيها الناس. Yes, sometimes you have to lose the way to find the right way. يس. طيب انا عايز اقول للناس برضه على شات جي بي تي. الشات جي بي تي هتلاقوا فيه عندي على الماركتنج بالشعبي عامل سيشن عنها، وعايز افاجئكم ان شات جي بي تي انا بستخدمه كتير قوي، بس خلي بالكم في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه. وشات جي بي تي مش هيدي لك الحل الاستراتيجي كامله، انت محتاج تاسك الشات جي بي تي الاسئله الصح. وانا يعني هتلاقي ساعتها في الفيديو بتاعي حاطط عليها شويه اشتغالات حاططها هناك، بس انا بستخدمه في الكونتنت كريشن عندي على الشانل كتير جدا الشات جي بي تي. يعني حتى ابتو ان باجي اختار الفيديو تايتل بقول له ايه، بص انا عايز اعمل فيديو بتكلمت فيها على 1 2 3 4، دي الاسئله اللي حطيتها فيها، وهي دي التارجت اودينس، الاكسبكتد اوتكمز، عايز الفاليو بروبوزيشن، الحاجه اللي هو تبقى موجوده في دماغ العميل بتاعي او الناس اللي هتشوف الحاجه دي شكلها ازاي. بقعد اديله كل ده كاني بعمل ماركتنج بريف الايجنسي، وهو يجيب لي يقول لي بقول له ايه، هات لي بقى التايتل في ايه في 100 كاركتر، بعدين يبعت لي التايتل اقول له اعملها لي في شورت في 70، لا اعملها لي انجلش وعربي، لا اعملها لي فريندلي، لا اعملها لي اتراكتيف، لا اعملها لي فيها تيزنج، اعمل لي فيها كول تو اكشن. تسال الاسئله الصح ككونتنت كرييتور هتقدر تاخد بيها ريسبونسز حلوه. ميجو تقدر تقول لنا ايه تاني في حته صناعه المحتوى؟ طيب قررنا بقى خلاص، حددنا الاشكال، سواء قررت بقى هكتب بوستات في الاول او فيديوز او هعمل ويبينارز او هعمل تويتس صغيره. نيجي بقى على مرحله الدليفري بقى. يعني طبعا بالنسبه للكتابه، لو ما اجي اكتب طبعا اكتب باللانجوج اللي الكلاينتس بتوعي بيحبوها. يعني انا كان عندي استعراض على فكره في وما زال يعني، هل اكتب باللغه العربيه ولا اكتب باللهجه العاميه؟ تعالى جنب في حضن اخوك. هتظبط السيرش انجن ولا هتظبط الناس اللي بيتفرجوا علينا؟ ايوه، انا بص عارف والله دي الكارثه دي. خناقه، دي خناقه عايز اقول لك بقى لي والله 10 سنين الديفرنت بتخانقها. فيلدز صدقني. لو عايز اقول لك بقى انعكس كمان على الكتب، انا باجي اكتب كتب طبعا يعني الكتب اللي بتتكتب بالعاميه بتنتشر اكتر. طب ما ليه بتكتب لك كتاب بالعامي؟ بس انا بقى يعني عندي حته منظومه قيميه شويه، انا بحب اللغه العربيه، وبالنسبه لي ايوه الموضوع شخصي بقى، اتس بيرسونال. انا يعني واخد الموضوع بنيه اعتزاز بلغتي وكده. فطبعا ايوه لا يعني شوف اللهجه عموما، بس انا مش ضد، بالعكس بكتب بوستات بالمصري كتير. ماشي. فاختار اللغه المناسبه في كتابه البوستات بقى. عايز اقول شويه تيبس بقى. كل ما كان البوست بتاعك سيمبل تو ذا بوينت، 1+1=2، الناس عن تجربه والله اكتر بوستات بتاعت انتشارا واللي جابت ريتش عالي قوي البوستات اللي هي عباره عن قوائم ليستس، ولو 25 طريقه للتوازن في الحياه، 13 درس اتعلمته من 2022، 11 خطأ بيقع فيه الكوتش وكيف يتجنب. فالناس بتحب الكبسولات. ايوه لكن اكتب بقى بوست روايه مره من المرات. طبعا القصص لطيفه بس ما تسرحش كتير في القصص والتجارب الشخصيه، خلي برضو التجربه بتلف حوالين كور، بتلف حوالين جوهر مناسب. فده كده بالنسبه للكتابه. اعمل لك هاشتاج تشتهر بيه. يعني الهاشتاجات او يقول لك كده سلوجان معين. انا كان في البدايه طبعا اترك اثرك، وده اللي شهرني قوي، ليف يور ليجاسي. ومع ايوه الوقت بقى يس كوتش، ومع يس الوقت كوتش. بقى يس كوتش صباح الفل يس كوتش. انا فاكرها كده يس كوتش. ماشي. فخلي عندك برضو حاجه كده الناس تفتكرك بيها. ايوه خليك كونسيستنت في الكتابه. انا اذكر جدا في البدايات خالص الواحد كان بيكتب مثلا تلاقي بوست عليه لايكين 3 لايكات، مفيش اي فولورز خالص، لحد ما الحمد لله بدات الشيرز تكتر وتزيد وبقى في فولورز، بقى في ناس عارفه وكده. ف فدي الكتابه. بالنسبه للفيديوز بقى، ما تغلطش غلطتي. انا كنت بيرفكشنست قوي، كنت عايز اطلع حاجه باعلى كواليتي، واشتريت كاميرا وجبت ترايبود وصرفت على حاجات. تكنيكال فادركت ان بقى. لا، كان الموضوع ممكن يبقى سيمبل عن كده. ايوه يكفي دلوقتي، احنا الدنيا اختلفت قوي من 10 سنين يا محمد. دلوقتي اصلا الفيديو الاساسي هو الموبايل، والكاميرا تكون بتتهز كده، وتكون انت ماشي في الشارع وبتصور فيديو. ده بيلمس الناس وبيأوثنتك اكتر، وبيوصل للقلب اكتر من الفيديو المنمق اللي متصور باضاءه ومعمول له باك جراوند وكروما والكلام ده كله. فنصيحتي في الفيديوهات بي فيري ناتشرال، على طبيعتك. وانت تفاجئ يا محمد تلاقي في كميه فيديوهات فايرال والتصوير بتاعها بسيط جدا، مفيش اي امكانيات خالص، بس الناس عملته فايرال ليه؟ انه لمسه ايوه كونتنت كان حقيقي
ولنك معاهم في حاجه، خليهم كده يعملوا ريليشن، دي ريليتد تو سمثينج. فما توقفش كتير، صور اي كونتنت عايز تقوله وانت عايز في البيت، وانت خارج، وانت بتتمشى في المورنينج ووك بتاعتك، وانت في العربيه. خليك طبيعي وانطلق. ليتر اون بقى عايز تعمل ابجريد للجيم بتاعك، عادي ممكن تشوف اي استوديو متخصص في التصوير وتتعاقد معاه، وتبدا كده تعمل كامبين صغيره في حاجه معينه. فانا برضو بدعو للاثنين، يعني بدعو ان يكون عندك فيديوهات ناتشورال، وعندك برضو فيديوهات اللي هي بتاعت الاستوديو اللي هي بروفيشنال. الاثنين بيعملوا بالانس كده للبراند بتاعك، بيدوك كده الاثوريتي ايمج، ايوه بوزيشننج ايمج. انا حد متخصص، انا حد واخد الموضوع سيريس. لما الاقيك بتصور في استوديو بحسك حد متخصص. لكن هو لو انت. تصوير موبايلات بس، يبقى انت كده ممكن تبقى انفلونسر شويه، ايوه يوتيوبر. ما عايز تقول تشتركش في حاجه؟ اليوتيوبرز. لا بص يا كبير، انا موافقك مليون في المية، لان هي كمان ديبند على الشانل دي كمان نزودها للناس، لان فعلا انا شفت التو ترندز واجريد معاك، هي ما فيهاش صح وغلط مليون في المية، فيها الكونتنت اللي انت بتعمله شكله ازاي وانت على طبيعتك ولا لا، من الاخر. صح. فزي ما انت بتقول بالظبط، انت على طبيعتك وانت بتتكلم، ويعني انت ممكن تتكلم بحاجه كاميرا اميزنج وتقعد تتكلم بروفيشنال قوي عشان تبيع للناس انت عايز يشتروا بتاع يعني. اوكي، في ناس بتبقى بتدور على ده انا عارف، بس هي دايما اللي بيبقى كونسيستنت هو اللي عنده حاجه اوثنتيك يقدر يشيرت بيزد على اكسبيرينس وبيزد على حاجات كتيره عملها قبل كده يقدر يشيرها مع الناس. بس هو انا معاك مليون في المية، لو انت هتجيب حاجه بقى استوديو صعبه وهتاخد منك وقت ومجهود كبير وبريباريشنز وكروم متعب وهتعمله مره كل اسبوعين، لا انجز وخلص واعمل حاجه بس اعملها بكواليتي كونتنت. عايز اقول لكم على خبرات مثلا غريبه، مش غريبه يعني، واحد من اصحابي اللي اعرفهم وما شاء الله عنده اكتر من نص مليون فولور على التيك توك. من الكونسبت بتاعه ايه، قال انا هو عامل بيها فيديو، فدي حاجه مش سيكرت يعني. اسمه محمد فاروق، فاللي بيتكلم في البورصه. فازاي بيقول لك ايه، طب انا يعني بقيت استراجل جدا في ان انزل الكونتنت بتاعي، بيتعب في الموضوع ده، فقال لك خلاص انا هنزل كونتنت كل يوم او اتنين او تلاته اربعه في اليوم، وهصور كده بالكاميرا بتاعتي. وهو بيقول حاجه فاليبل مش بيرزع بس هو بيقول حاجه مهمه، بس بيقول بفريكونسي عاليه. ده لما بيحصل كده في بعض الشانلز بتزود الريكومنديشنز بتاعتها والسيرش انجن. تعملها امتى؟ لو الشانلز دي انت بتارجتها والناس اللي جواها ده اللي انت عايز توصل لهم، ولو عندك statistics بتقول لك الوقت اللي بيقعدوا الناس على الشانل دي هو الوقت اللي انت بتتوقعه وانت بتدي المعلومه، ومناسب لوقت الفيديوهات اللي انت بتعملها. يعني ما اجيش مثلا عندي في اليوتيوب كل فيديو عندي فوق ال 10 دقائق او نص ساعه او ساعه، وعايز احطه في التيك توك في دقيقه، ينفع، بس هعمل فيديو كونتنت مختلف بينجز، وبقول للناس على طول المعلومه، واقول لهم ارجعوا اليوتيوب اتفرجوا عليها، مش هقعد اديهم الثلاث ساعات وهم بيتفرجوا لمده دقيقه. انا بدي ان اكزامبل بس على حاجه زي كده. لو واحد عايز يا مجاميجو يعني مش هيستخدم الكاميرا البروفيشنال ولا كاستوديو يعني، ولا هيشتري حاجه هيصورها بسرعه كده، هل في طرق كومبرومايز يعني بكاميرا ومايك خفيف كده هوت من بيته في مكان هادي يقدر يصور الفيديوهات دي بشكل كونسيستنت؟ انت قلت فكره بتتكلم على الكام دي الموبايل، ودي فكره كاميرا حلوه. الموبايل ولا كاميرا عاديه؟ لا كاميرا على اللابتوب، وزي ما احنا بنصور مع بعض كده اهوت، ويعمل كامب ويقعد ويصور كميه من الفيديوهات وتبقى معاه كونتنت لمده شهرين ثلاثه، وبيزد على دوت يشوف الفيدباك ويمبروف. انت ايه رايك في الكونسيبت ده؟ الموبايل على فكره دلوقتي ما شاء الله الموبايلات تقدمت جدا، والمايك بتاعها بقى قوي. يعني المايك صح. بتاعها بقى انت مش محتاج تشتري اي مايك خالص. في حتى كمان بقى في ايفون مايك، وفي سامسونج مايك، وهواوي مايك، لازم يكون مايك خاص بقى معمول للانفلونسرز يعني، والناس اللي بتصور فيديوز بشكل عام. فالدنيا اختلفت قوي عن زمان. احنا زمان كنا يعني ايه بسطاء جدا. صح. نفس الكلام لو انا هعمل زوم او ويبينار او حاجه يكفيني جدا. ممكن انفست في كاميرا، يعني بدعو دايما لو عندي بادجت كويسه ممكن اشتري كاميرا بقى غير كاميرا اللابتوب العاديه. فاجيب كاميرا كده يكون الريزولوشن بتاعها كويس، برضو بتدي كده يعني اطلاله مختلفه وبوزيشننج مختلف. ممكن مايك زي المايك الجميل بتاعك ده كده، انا اللي مرشحه لك، ها المايك بتاعك ايوه ده. ايوه. برضو لما يكون الكواليتي اوف فويس طالعه حلو، بتدي برضو اوثوريتي افضل، والصوت كده بيوصل للقلب نوعا ما يعني. This is not a must، دي مرحله متقدمه بعد ما ايوه. اكون بدات شويه وعايز بقى انفست واعلي الايه الاكويبمنت بتاعتي يعني. بس اتس نوت ا ماست في البدايه. المهم انك في الاخر تقدم محتوى كويس وكونسيستنت، مش كونسيستنت لازم كل يوم يعني. بص يا جماعه، والله انا عارف ان السيرش انجن بيعمل، انا واحد من الناس قعدت
عايز السيرش انجن اتارجته كويس وعملت عليه كونتنت كتير، بس هي لو هتكمبرومايز في كواليتي الكونتنت ما تعملش كده. انا جربت الكلام ده كتير جدا برضو. you will never get results كويسه. يعني لازم تعمل كونتنت حلو، واعمل الفريكونسي الكبيره اللي انت عايزها، وحط في الاكسبكتيشنز في البلان بتاعتك ان انت ايه حياتك عامله ازاي. انت عندك حاجات تانية بتعملها، عندك شغل تاني، هل انت ممكن كمان اسبوع اسبوعين مش هتقدر تعمل نفس الكونتنت ده، فتعمل فكره المعسكر زي ما ميجو بيعمل، او انك تقول لا انا ايه انا مش هفرهد نفسي. يعني مثلا انا بشتغل مش شغال في البيزنس بتاع ماركتنج اليوتيوب. انا عندي شغل شغال في شركه، فباجي ما عنديش كونتنت اقدر اعمل كل شويه، فبقول ايه طب خلاص مرتين في الاسبوع هو ده اخري، مش هزود على كده، اهو مش هفرهد نفسي. فتيك ايزي وبالراحه اعملها. طب احنا كده نلخصنا. اتفضل، كنت عايز تقول حاجه يا ميكو. كنت عايز الخص كلامك الجميل ده اللي هو يعني لا صوت يعلو فوق صوت الاورجانيك. طبعا. 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 وانا جبت اكزامبل، مراتي عقدتني بقول لكم يا جماعه، انا قعدت كشهور عشان امبروف الفيسبوك فولورز عندي وهي عملت كام بشهر ولا شهر ونص، وسابت البيج بتاعتها كام سنه، رجعنا لقينا فيه اكتر من 100,000 فولور، ولحد دلوقتي بيكومنت ولايك وهي مش بتخش عليها. فالاورجانيك از ذا موست امبورتنت. طيب احنا اتكلمنا النهارده في ايه؟ اتكلمنا على ايه بعض المشاكل اللي بيشوفها الكوتشز اللي عايزين يجروا البيزنس بتاعهم في الماركتنج. اللخبطه اللي بتبقى موجوده لما حد عايز يخش في السوشيال ميديا. اختيار الشريحه اللي انت عايز تستهدفها ازاي، وتعرف انت عايز ايه منين، وتجربه ازاي، وتبلد النتورك بتاعتك، وتجربها على الفيزيكال سيركل قبل ما تروح للديجيتال اللي هو انت مش عارفهم كلهم، الناس اللي موجوده في الاونلاين كوميونتي. احمد النهارده مجاميجو اتكلم معاكم ازاي انت تست حاجه زي كده وتجربها على اكروس ديفرنت بلاتفورمز، وفي كل سوشيال ميديا بتخش عليها بتجرب دوت وتشوف الريزلتس بتاعتها ايه، وبعد كده تموف لحاجه تانية. اتكلم على مشكله الناس اللي مستعجله، وايه مشكله انك تكون مستعجل النتائج بتاعتك، وازاي تقدر توصل لنتيجه بشكل مستمر لمده كبيره على فتره طويله. وحل لكم مشكله في المحتوى من ناحيه الاستراتيجيه، ومن ناحيه انت ازاي تخلي عندك محتوى بشكل متنوع مختلف بيزد على الناس اللي موجوده عندك، وبيزد على الحاجه اللي قلبك قريب منها. وكلمنا على ان انت لما تختار حاجه زي كده مش لازم تاخد القرار immediately، اصبر على نفسك واستنى، وجرب دوت على اللونج تيرم، بحيث تقدر تجرب الشغف بتاعك واصل لاني حته من ناحيه الكوتشنج. ولما ده يحصل وتجربه ويبقى عندك سمول سيركل اوف انفلونس جربت عليها دوت، هتلاقي في وورد اوف ماوث، وهتلاقي الكونتنت بتاعك بشكل اوثنتيك. واتكلم على استراتيجي ازاي يبقى عندك محتوى موجود دايما جوه دماغك من غير ما تحس ان انت متضايق او مش عارف تجيب منين محتوى جديد، وحاسس ان انت اوت اوف ايديز. وبتحصل لناس كتيره جدا غير تشات جي بي تي. هو ادى ايديز اهم من دوت، ان انت محتاج تقرا 10 كتب. انا اخدت نوتس والله منها لنفسي كمان. تقرا 10 كتب في الماركتنج، تبقى ليك تتابع اكبر 3 جروز في الفيلد بتاعك دوت، لا يبقى 10 عندك 10 مش 3. 10 جروز تكون متابعهم، وتكون كمان عندك النتوركينج ايفنتس، ودي حاجه مفيده جدا جدا انك تقدر تتابعها. وده بيكريت 3 بلس افكت اللي اتكلم عنها ميجاميجو. واتكلم في الاخر من ناحيه التكنيكال، انت في ديفرنت سكولز موجوده فيها، سواء انت تعملها معسكرات او حاجه على اللونج تيرم. انت تقدر تشتغل بحاجه تصوير سهل موجود بالشعبي في اي مكان رايق. المهم ان انت تكون بتقول محتوى يناسب باللي انت عايز تقوله، ويكون لامس لقلب الناس اللي معاك. لو في اي حد عايز يشوف الفيديو دوت ويشوف تاكتكس اكتر موجوده على الديجيتال ماركتنج، هتلاقيها موجوده برضو هناك مع انترفيوز تانية اتعملت مع ايمن امين واكسبيرينس في الفيسبوك. لو انت عايز تبقى جرو في حته الكوبي رايتنج دوت وحته الاعلانات، هتلاقيها موجوده هناك. بس احنا اتفقنا مش محتاج تفرهد نفسك في كل حاجه. احنا اتفقنا هنجرب، وتفتح تشانل او 2 او 3 بيزد على كونتنت وبيس وباشن انت عايزه، وتتحرك من دوت. مجاميجو شرفتني جدا جدا جدا، وكل اللي شرف كانوا ليا معانا والله. النهارده احنا قعدنا تقريبا ساعتين الا 10 دقائق يا مجاميجو عمالين نتكلم في الماركتنج طب والله والكوتشنج ومش عدوا هوا، حاسين. عدوا بسرعه. عدوا واحنا مش حاسين. شرفتني جدا جدا يا مجاميجو. ومبسوط قوي قوي، وانا عارف ان احنا بعد كده ممكن يطلع اسئله وتبقى في قعدات تانية، لان انا عارف ان الكوتشنج فيلد والماركتنج بتاعه ده هوت توبيك. انا بيرسونال قبل كده دخلت في وان اوف ذا كوتشنج سيشنز كنت بسال عليه، بس بقول ايه يا جماعه، انا اقول لكم ماركتنج بس انا ما جربتهاش في الكوتشنج فيلد، فانا مش عايز اقول كلام مش متطبق. لكن عندنا واحد اوريدي عنده خبره ما شاء الله في اكتر من 18 دوله، 12 سنه خبره في اكتر من 8 كتب عملها في مجال الكوتشنج، مدير تنفيذي في الكوتشنج، ساعد ناس كتيره قوي ان هي تفايند الباشن بتاعه. عنده ميشن كليرلي انك ازاي تبقى صادق مع نفسك، واللي جواك يبقى زي اللي براك، وتقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها وتساعد بيها الناس وتفيد بيها الناس التانيه. هي دي اهم حاجه. كنت منورنا يا مجاميجو.
ونشوفك ان شاء الله تاني قريب. على خير ان شاء الله. شكرا جدا يا محمد، والله it was very amazing and interesting، واتمنى يا رب تكون فادت الناس، ويا رب دايما نكمل نجاحنا نجاح ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله باذن الله. واي حد يا جماعه ال كونتاكتس دكتور احمد، ممكن يا دكتور احمد، انا عشان نسيت اسالك السؤال ده يا مجاميجو، اخر سؤال، اللي عايز يكونتاكت يو ويوصل لك ازاي؟ لان في ناس ما تعرفكش، هتبقى موجوده على السوشيال ميديا عندي على اليوتيوب كمان. اعتقد انت منشنت صفحه بتاعتي او البروفايل بتاعي بسهوله جدا، اللي عايز ممكن يتواصل معايا عن طريق البروفايل بتاع الفيسبوك، وان شاء الله نقدر نكون متواجدين باذن الله يعني. باذن الله. بالنسبه للفيسبوك الموضوع سهل، ان تقدروا توصلوا دكتور احمد مجدي ان شاء الله. بالنسبه لليوتيوب انا هحط اللينك بتاع دكتور احمد مجدي في اليوتيوب فيديو ديسكريبشن، اللي هيشوف الفيديو دوت على اليوتيوب ليتر يكليك على الديسكريبشن. طبعا مش هشوفها من على الفيسبوك، في فيسبوك هتشوف دكتور احمد مجدي على طول. في اليوتيوب كليك على الفيديو ديسكريبشن، هتلاقي حاطط فيها اللينك بتاع دكتور احمد مجدي، حط فيها الكونتاكتس بتاعته كلها اللي عايز يريتش هيم اوت. وانا بقول تاني ان ده القعده بتاعت النهارده، هو احنا بنحاول نشير الخبره اللي موجوده عند دكتور احمد في الاكسبيرينس بتاعته كماركتنج. مفيش اي حاجه بايد ولا عنده ولا عندي في الموضوع ده خالص، ولا واخدين ولا مالين في الحوار ده، ولا ليه ولا ليا فيه، عشان بس تبقوا عارفين. هو بشكل واضح. شكرا جدا. شكرا جزيلا.